الدنيا دي اتحولت لجحيم غريب مليان وحوش مفيش سلاح عادي يقدر عليها. الأمل الوحيد للبشرية كان في قلة مختارة معاها قوة خارقة. أقوى واحد فيهم كان بطلنا كي، بس حتى هو ما كانش يقدر على كل حاجة، ولما اتخان من منظمة واتحاصر وسط عشرات الوحوش مات. لحسن حظه رجع بيه الزمن لورا قبل الكارثة الكبيرة. اتولد من جديد في جسم طفل رضيع محتفظ بكل معرفته عن الوحوش وقوته الأساسية اللي بتخليه يمتص قدرات أي وحش يموته. بعد ما دقق النظر حواليه استوعب إنه اتحول لطفل رضيع، وهو بيحاول يجمع إيه اللي بيحصل في الدنيا دي دخلت قطة وراجلة لابسة شبشب. كي انتبه على طول ورجع لورا في ركن سريره، والشخص الغريب ده واقف فوق راسه دماغه مليانة أفكار، وهو بيحاول يعرف مين الشخص ده وهل هو من منظمة ولا لأ. بس الست دي وطيت عليه وعليه وشها نظرة حنان ونادت عليه هه اون. الظاهر ان الست الغريبة دي طلعت امه وجت تطمن عليه اول ما حست انه صاحي. الست رجعت تكمل طبيخها اول ما اطمنت انه بخير. وكي اللي اسمه بقى هه اون خد لحظة يبص حواليه بهدوء. كل حاجة شكلها هادي ونظيف غير العالم اللي اتعود عليه. التلفزيون شغال وسامع حركة ناس بره البيت ومفيش اي اشارة لوجود وحوش جرة. دي اكيد فترة سلام وامان، وانه فجأة يلاقي نفسه هنا كطفل ده معناه انه اكيد اتجسد من جديد. هو دلوقتي في عالم تاني الكارثة ما حصلتش فيه، والأهم من ده كله مفيش منظمة هنا. ده معناه إن الأول مرة من عمر طويل هه أون هيدوق طعم الحرية. بالرغم من كل اللي شافه في حياته ملك القدر ما تخلاش عنه. اليوم ده هيفضل دايما في الذاكرة كيوم البدايات الجديدة. بص على أقرب نتيجة وشاف إن السنة 2020. يعني صحي قبل ما الدنيا تتقلب، قبل ما الكارثة الكبرى تفرقع، ودي حاجة مش مبشرة بالخير أبدا. إزاي هيتصرف وهو محبوس في جسم طفل رضيع مش قادر يقف إلا وهو سند على حاجة، وأطرافه الصغيرة دي يدوبك حتت لحم ملهاش عزم تشيل جسمه، وحلقه كمان غريب عليه مش زي حلقه اللي كان متعود عليه، فصوته محبوس جواه مش قادر ينطق بكلمة. كل دي أخبار تنزل على قلبه زي الصاعقة، والوقت بيجري زي الرمل من بين إيديه. مفيش رفاهية إن يكون مجرد طفل عادي والدنيا على وشك تخش في بلاويها الكبرى في يوم القيامة بتاعها. هاون بيرفع عينه لأمه وقلبه بيسأل يا ترى دي سند ولا مجرد صورة؟ بس يمكن بدل ما يسند عليها يقدر يحركها زي العروسة اللعبة، يوصل بيها للي عايزه. أكيد فيها حتة تنفع، أكيد ليها لازمة، حتى لو شكلها ما يطمنش. هي الكبير الوحيدة اللي في متناول إيديه، مفيش غيرها. بيفكر يا ترى فيها مرونة شوية. بس كم صندوق وقعوا من الرف كانوا كافلين يثبتوا إنها ولا ليها في المرونة ولا في أي حاجة. وإيديها كمان مش بتعرف تتصرف، بتكوم جبل دقيق مستحيل في طبق وهي بتطبخ كأنها بتلعب. ولا هي بتفهم في الطبخ، كانت هتولع في البيت كله وهي بتعمل الفطار. النار كانت هتاكل كل حاجة. واضح إنها ولا بتعرف تعمل أي حاجة، بس على الأقل بتحاول بكل ما فيها ترعى طفلها، حتى وشعرها متفحم من النار اللي ولعتها بنفسها من شوية. الدنيا خلاص حاسس إنها بتتشقلب، ومستقبل حياته الجديدة بين عليه إنه طريق وعر مليان شوك. جرس الباب بيرن فجأة، وأمه بتقوم تفتح الباب عشان تستلم طرده لسه واصل حالا. بس قبل ما أيديها تلمس الأكرة لازم تدور على محفظتها عشان تدفع تمن التوصيل اللي جاي. وهي بتجري تدور على محفظتها هقوم بيحاول يجمع شترات ذاكرته، يفتكر آخر مرة سمع فيها كلمة طرد دي. آخر مرة فاكر إنه سمع عن الطرود دي كانت لما عمال التوصيل كانوا بيشيلوا الطرود دي وبيقابلوا بيها ناس كتير. عمال التوصيل دول اللي كانوا بيوصلوا الطرود دول كانوا هم كمان مصابين، والوضع قلب رعب ما بعد رعب. وهو لسه بيبدأ يستوعب الخطر ويفهم إيه اللي ممكن يكون ورا الطرد ده، الباب بيتفتح ببطء شديد، وصوت مخيف زي الأشباح بيطلع من وراه بيزن عليه ياخد الطرد. ولما الباب اتفتح على آخره كان بالظبط زي ما هاون كان متوقع، زي ما قلبه كان حاسس. اللي ورا الباب كان مصاب اتحول لوحش توصيل، كائن مرعب جاي يوصل الموت. هاون مفيش وقت للخوف، حتى وهو في جسم الطفل الصغير ده لازم يلاقي أي حاجة يدافع بيها عن نفسه، يصد بيها المصيبة اللي جاية. الحاجة الوحيدة اللي في ايديه هي ببرونة اللبن اللي أمه لسه مديهوله، ومخدة كمان مرمية جنبه. بيخطف المخدة ويرميها على الأرض، وفي لمح البصر الوحش بيهجم عليه هجمة مباشرة زي السهم اللي طالع من القوس. يعني صحي قبل ما الدنيا تتقلب، قبل ما الكارثة الكبرى تفرقع، ودي حاجة مش مبشرة بالخير أبدا. إزاي هيتصرف وهو محبوس في جسم طفل رضيع لا قادر يقف إلا وهو ساند على حاجة، وأطراف الصغيرة دي يا دوبك حتة لحم ملهاش عزم تشيل جسمه، وحلقه كمان غريب عليه مش زي حلقه اللي كان متعود عليه، فصوته محبوس جواه مش قادر ينطق بكلمة. كل دي أخبار تنزل على قلبه زي الصعقة، والوقت بيجري زي الرمل من بين إيديه. مفيش رفاهية إنه يكون مجرد طفل عادي والدنيا على وشك تخش في بلاويها الكبرى في يوم القيامة بتاعها. هاون بيرفع عينه لأمه وقلبه بيسأل يا ترى دي سند ولا مجرد صورة؟ بس يمكن بدل ما يسند عليها يقدر يحركها زي العروسة اللعبة ويوصل بيها للي عايزه. أكيد فيها حتة تنفع، أكيد ليها لازمة،
حتى لو شكلها ما يطمنش. هي الكبيرة الوحيدة اللي في متناول ايديه، مفيش غيرها. بيفكر يا ترى فيها مرونة شوية، بس كام صندوق وقعوا من الرف كانوا كفيلين يثبتوا انها ولا ليها في المرونة ولا في اي حاجة. وايديها كمان مش بتعرف تتصرف، بتكوم جبل دقيق مستحيل في الطبق وهي بتطبخ كأنها بتلعب. ولا هي بتفهم في الطبخ، كانت هتولع في البيت كله وهي بتعمل الفطار. النار كانت هتاكل كل حاجة. واضح انها ولا بتعرف تعمل اي حاجة، بس على الاقل بتحاول بكل ما فيها ترعى طفلها، حتى وشعرها متفحم من النار اللي ولعتها بنفسها من شوية. الدنيا خلاص هاون حاسس انها بتتشقلب، ومستقبل حياته الجديدة باين عليه انه طريقه وعر مليان شوك. جرس الباب بيرن فجأة. امه بتقوم تفتح الباب عشان تستلم طرد لسه واصل حالا، بس قبل ما ايديها تلمس الاكرة لازم تدور على محفظتها عشان تدفع تمن التوصيل اللي جاي. وهي بتجري تدور على محفظتها، هاون بيحاول يجمع شتات ذاكرته، يفتكر اخر مرة سمع فيها كلمة طرد دي. اخر مرة فاكر انه سمع عن الطرود دي كانت لما عمال التوصيل كانوا بيشيلوا الطرود دي وبيقابلوا بيها ناس كتير. عمال التوصيل دول اللي كانوا بيوصلوا الطرود كانوا هم كمان مصابين، والوضع قلب رعب ما بعد رعب. وهو لسه بيبدأ يستوعب الخطر ويفهم ايه اللي ممكن يكون ورا الطرد ده، الباب بيتفتح ببطء شديد، وصوت مخيف زي الأشباح بيطلع من وراه بيزن عليه ياخد الطرد. ولما الباب اتفتح على آخره كان بالظبط زي ما هاون كان متوقع، زي ما قلبه كان حاسس. اللي ورا الباب كان مصاب، اتحول لوحش توصيل، كائن مرعب جاي يوصل الممت. هاون مفيش وقت للخوف، حتى وهو في جسم الطفل الصغير ده لازم يلاقي أي حاجة يدافع بيها عن نفسه، يصد بيها المصيبة اللي جاية. الحاجة الوحيدة اللي في ايديه هي ببرونة اللبن اللي لسه أمه مديها له، ومخدة كمان مرمية جنبه. بيخطف المخدة ويرميها على الأرض، وفي لمح البصر الوحش بيهجم عليه هجمة مباشرة زي السهم اللي طالع من القوس. جسمه بيخونه ويسيبه مش قادر يتحرك. السرير المعدن في الآخر بيتشرخ ويبدأ يميل على جنب، وآخر حاجة يشوفها قبل ما عليه تقفل هي أمه وهي بتجري عليه في لهفة، والسرير بيقع. يفتكر حياته اللي فاتت وسيده القاسي اللي رماه في اختبارات كتير بشعة. الراجل ده خلاه يعمل حاجات مقرفة زي إنه ياكل أكل كلاب عشان يعيش. حاجات زي دي كانت عشان يثبتوا إنه مجرد كلب للمنظمة. هقوم بيجز على أسنانه غضبان من إنهم بيسموه كلب المنظمة. يصحى بالراحة والشمس بدأت تنور وشه، شكله أغمى عليه بعد ما هزم الوحش. يقوم بالراحة ويلاقي أمه قاعدة جنبه وبتكتب في كتاب، شكلها قدرت تنقذه في الآخر. بس دلوقتي السؤال هو ليه أغمى عليه من الأساس؟ شكله قوة قدرته أكبر من طاقة جسمه، استخدمها لمدة 30 ثانية بس، ومع ذلك استنزفته تماما وسابته من غير أي حماية. دلوقتي لازم يبقى أقوى لو عايز يقدر يتحكم في قوته تاني. وهو بيفكر في ده يسمع صوت أمه وهي بتعيط. يبص على الكتاب اللي بتقراه ويلاقيه كله ورق ملزوق، في الصفحة كاتبة عن إنها كانت هتخسر كنزها، شكلها بتتكلم عنه هو، وفي كدمة وحشة على ظهرها غالبا جات لها وهي بتحميه. أمه في حياته اللي فاتت كانت هتبيعه للمنظمة بفرحة عشان مكسب سريع، ومع ذلك الست دي خاطرت بنفسها عشان تحميه. يمد إيده الصغيرة عشان يطمنها، وأول ما تحس بيه بيلمسها تمد إيدها وتاخده في حضن قوي. شكل الست دي مختلف عنها، وده يخليه يقرر إنه يفضل معاها شوية. مهما كان لسه مفيش وقت كتير، والعالم هيتغير في أقل من أسبوع. الوحش اللي بعده أكيد في طريقه، وهو محتاج يقدر يحارب أكتر من 30 ثانية لو عايز يحمي بيته الجديد. بره شقتهم عامل نظافة شبابيك بيرتعش من الألم، واللزوجة الزرقاء بتنزل من عينيه وبقه ومناخيره. اللزوجة الزرقاء بتتسرب لتحت وتدخل في مواسير الصرف اللي تحته في طريقها لمكان معين. بينما هم بيفكر في خطواته الجاية، أمه بتجيب له حاجة متغطية بقماش أحمر، بطانية حمراء قانية، رفعتها بحنان فبان من تحتها كلب محبوس في قفصة كأنه كنز مستخبي. الكلب ده جابته من عند الجيران عشان يبقى ونيس لقلبه الصغير، رفيق لدربه. اتش 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 كأن الزمن مغير فيه حاجة. افتكر الكلب ده من عمره اللي فات، من حياة عدت. كان كلب هجين شرس بيبص للدنيا بعينين نار، عمره ما خطر على باله انه ممكن يقابله تاني في العمر ده في الدنيا دي. والمصيبة الأكبر إن الكلب ده حجمه ضخم، أكبر بكتير من إنه يكون مجرد لعبة لطفل صغير أو رفيق الأيام البريئة. لكن يمكن القدر يكون مخبي خير ل اتش 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 في الكلب ده. يمكن يكون وش السعادة عليه. أمه اللي ساعات بتبان تايهة أو سرحانة يمكن تكون جابتها صح المرة دي، وطلعت ليها فايدة في أوقات ما كناش نتوقعها. لو عرف يروض الكلب ده صح ويدربه على الطاعة، ممكن يتحول لحليف لا يقهر وسند قوي، وممكن كمان يكبر ويبقى وسيلة تنقله كأنه حصانه الخاص. يبقى وجود كلب ضخم زي ده مش حاجة وحشة قوي بعد كل ده، يمكن يكون فيه خير مستخبي. أمه قلبها بيرفرف بالفرحة لما شاف الابتسامة الخفيفة رسمت وشوشه على وشه الصغير كأنها شمس طالعة. باين عليها إنها اختارت صح، وإن قرارها ده على الأقل زرع الفرحة في قلبه. سابتهم يتونسوا ببعض يلعبوا ويهزروا، وهي راحت تكمل مشاوير البيت اللي ما بتخلصش، تاركة خلفها ضحكاتهم.
اتش بص للكلب نظرة تحدي كأنه بيقرأ أفكاره، وهو بيسأل نفسه يا ترى إيه اللي مستنيني مع الكائن ده؟ بس قبل أي حاجة لازم يطعميه يملى بطنه الجعانة. مد إيده بصباع سجق من المطبخ كأنه بيقدم له عهد، وأمره بصوت حاسم كل. لو الكلب ده بلع الطعم يبقى اتش هيكون سيده بلا منازع، وساعتها تبدأ رحلة التدريب الصعبة. لكن الكلب بقلبه الطيب وعقله البسيط ما فهمش لغة العهود اللي بيحاول الطفل ينسجها معاه، كأنه بيتكلم لغة تانية خالص. وفي اللحظة اللي الكلب وطف فيها راسه عشان ياخد السجق، اتش داس على راسه بقوة كأنه بيعلن سيادته وبيوريه مين السيد ومين التابع. لكن حتى لو الكلب ما فهمش كلام الطفل ده ما يمنعش انه ما بيقبلش الإهانة ولا بيسكت على قلة الاحترام. رد الكلب بضربة قوية بكفوفه اللي عرفت طريقها الوش اتش بدقة، فطار الطفل في الهواء كأنه ريشة، وبعدها لف وشه كأنه ما عاملش حاجة عشان يستمتع بوجبته وسلامه. لكن الطفل ما كانش ناوي يستسلم بالسهولة دي ولا يقبل الهزيمة. اتش قام من مكانه بسرعة البرق وهاجم الكلب بصيحة حرب بدوية كأنه محارب قديم. انقض عليه بضراوة وبدأ صراع عنيف بينهم، والأم واقفة بتضحك من قلبها على شقاوتهم ومشاغبتهم. باين إنهم بالرغم من كل ده بقوا أصحاب وربطتهم صداقة غريبة. وهي غرقانة في عالم الطبخ اكتشفت فجأة إن الدقيق خلص من عندها، كأن الأرض انشقت وبلعته. وفي اللحظة اللي وطت فيها تدور على الدقيق طلع وحش أزرق لزج من الحوض كأنه طالع من باطن الأرض، وارتفع فوق الكلب والطفل اللي لسه بيتخانقوا، وعينيه كلها على الست الغفلة اللي لسه بتدور على شوية دقيق عشان تكمل طبخها، مش دريانة بالخطر اللي بيقرب منها. وحش السلايم ارتفع في الهواء كأنه شبح وصوب هجومه مباشرة على أم اتش كأنه عايز يخطفها. لكن الكلب في لحظة تحول لبرق وانطلق بسرعة جنونية نحو الوحش قبل ما يلحق يمد ايده الشرير عليها. وصل في آخر لحظة ودفعها بقوة جوه دولاب الحوض كأنه بيحميها من مصير محتمل قبل ما السلايم يقدر يلمسها. ولحسن الحظ الحمد لله إن الأم غايبة عن اللي بيحصل، واللازج والكلب في معركة ورا ظهرها. ان بيراقب المشهد كله، وعلامات عدم الاكتراث رسمة وشه. الوحش ده أوهن من إنه يعمل أي بلاوي حقيقية، لكنه هيفضل صداع في التعامل. سائلها بيخلي أي ضربة سيف أو طعنة خنجر بلا فايدة، عشان كده لازم يلاقوا حيلة تانية يخلصوا بيها منه. أمه بتحاول تفك نفسها من الدولاب، لكن كل همها وجع راسها اللي بيفتك بيها، ولا هي دارية بالمعركة الطاحنة اللي دايرة بين الكلب والوحش ورا ظهرها. اللازج في النهاية بيبدأ يلتف حوالين الكلب ويتحول لكيان مختلف تماما. ان لازم يتحرك بسرعة البرقة قبل ما الخيوط تفلت من ايده. بيفتكر من معركته القديمة ان وحش اللازج نقطة ضعفه في الجفاف، عشان كده لازم يلاقي اي حاجة تجففه. عينه بتقع فورا على ازازته المليانة لبن بودرة، بيفتحها في لمح البصر ويرميها على الوحش. اللازج بينكمش ويتضاءل حجمه قبل ما يرتد في كل حتة في الأوضة. بيفقد رطوبته واللبن رماه في دوامة من الذعر، وده سبب رد فعله. ان بيقتنص الفرصة اول ما بيسكن مكانه ويحبسه تحت سلة المهملات. يبدو ان الغمة انزاحت والكلب وامه بيطلوا براسهم من ورا رخامة المطبخ. وامه بعد كده بتوقع دقيق عليهم هما الاثنين من غير قصد، وبتخليهم في حيرة اكبر من اللي كانوا فيها بسبب الدقيق اللي اتكب. امه بتندفع بسرعة عشان تغسل نفسها قبل ما الدقيق يعلم في لبسها. في غضون ذلك ان بيكمل استمتاعه ببهجة الانتصار على وحش قدر يحبسه. اللازج ممكن يكون طارد طبيعي للوحوش، وده معناه ان لو قدر يدهن الشبابيك بالسائل السلايم ده هتبقى زي سد منيع يصد اي هجمات وحوش ممكن تظهر في طريقهم بعدين. وفجأة سلة الزبالة بدأت تتلخلخ وسلايم انقض منها زي السهم مستغل هدوء المكان عشان يهرب. الكلب وقف في وشه قبل ما يلحق يبعد، وإيتشان جرى عليه بسرعة عشان يحاول يحبسه من جديد، لكن برضه قدر يتفلت منهم. والمرة دي فلت خالص من انه يتحبس تحت سلة الزبالة، وقبل ما يخلع رفع لهم صباعه الأوسط وهو بيتسلل من الشباك. سلايم ده جه لبيتهم من غير دعوة وعمل فيهم عمايل، وكمان عنده عين وقاحة انه يحاول يخلع لوحده. يمكن يكون ضعيف بس غروره فاق كل الحدود بالنسبة لهم هما الاتنين، وده خلاهم يغلوا من الغضب وما يقدروش يسيبوه يفلت كده بالساهل. إيتشان خطف شمسية كانت جنبه عشان تبقى سلاحه وركب على الكلب كأنه حصان سباق أصيل. جه الوقت انه يطارد الوحش ده قبل ما يروح بعيد ويعمل مصايب أكتر. مستحيل يسيبوه يفلت عشان يسبب لهم او لغيرهم وجع دماغ اكتر في المستقبل. وصلوا للدور الارضي للعماره، لقوا سلايم قاعد فوق سطح مبنى تاني، نقط سائلها اللزج على راس بنت ماشيه في الشارع، والبنت رفعت راسها في اخر لحظه عشان تشوفه بينقض عليها زي الوحش وبيحاول يبلعها. إيتشان والكلب اندفعوا عشان ينقذوها، وهو في الوقت ده كان بيحاول يفهم هيتصرف ازاي. لو اعتمد على قوته لوحده اكيد مش هيقدر يصمد قدام السلايم ده، لكن لو سابوا الوحش ده يتغذى على البنت براحته يبقى المكان كله هيتحول لبحر من الدم. المنظر ده بالذات إيتشان شبع منه في حياته اللي فاتت. الكلب كان سريع للدرجة انه لحق يوصل للبنت في الوقت المناسب ونط من فوقها. في نفس اللحظة إيتشان فتح الشمسية وسد بيها مطر سلايم قبل ما يوصل للبنت. سلايم مفيش حاجة بترجعه ونط من على الشمسية، والمرة دي كان هدفه يهاجم الكلب وإيتشان مباشرة. وبما ان إيتشان يقدر يستخدم قوته والوقت قصير بس، فكانت دي فرصته الوحيدة عشان يستخدمها ويقضي على الوحش في لحظة.
وجه لكمة خارقة بقوته اخترقت الوحش في لمح البصر ودمرته تدمير كامل. سلايم انفجر واتناطع على المنطقة زي المطر واتهزم هزيمة ساحقة، بينما ايتشونج والكلب وقفوا منتصرين بعد المعركة القصيرة دي. الحمد لله لحق ينقذ البنت في الوقت المناسب قبل ما تتحول لأكل السلايم، بس هي كمان شافته وهو بيستخدم قوته الخارقة قوي، وهي باين عليها الرعب والخوف مليها. من غير ما تضيع لحظة البنت انطلقت تجري في الشارع زي السهم، ولا بصت وراها. مفهوم طبعا انها هربت بعد اللي شافته عينيها من مشهد. الاصعب في التفكير هو يا ترى هياخد وقت قد ايه عشان يلم الليلة دي كلها. ديلو بيطلع من الحفاضة بتاعته ويروح يمتص السلايم اللي متناطر في كل حتة في الشارع. باين ان الديل ده عنده قدرة انه يمتص قدرة وحش تاني. في حياته اللي فاتت الطريقة الوحيدة لكاي عشان يمتص قدرة جديدة كانت انه يبدلها بالقدرة اللي كانت معاه قبلها، لكن دلوقتي الديل بياكل بسرعة كل السلايم السائل المتناثر وبيحول القدرة دي لقدرته هو. بيجرب القدرة دي بانه يشكل كورة سلايم في ايده، وفعلا باين ان القدرتين عايشين مع بعض في سلام. في حياته اللي فاتت كاي عمل كل اللي يقدر عليه عشان يقلل تبديل القدرات لأقصى درجة عشان المنظمة ما تقدرش تمسكه، وده اللي كان سبب سقوطه في النهاية. لكن ده ما بيغيرش مدى عرابة ان ديل تاو تي اتطور لوحده كده. الأرجح ان ده بسبب سنه. كل ما كان سن الشخص أصغر لما بيبدأ يطور قدرات كل ما كانت قوة القدرة أقوى، وكل ما الشخص قدر يتأقلم معاها أسرع. كاي بقى مستخدم مؤهل للقدرات وهو عنده 10 سنين، لكن كل أصغر منه ماتوا. أغلب الأطفال ما بيقدرش يستحمل سموم الوحوش وكلهم ماتوا أول ما تعرضوا ليها. لكن دلوقتي كاي أصغر حتى من أي مرشح تاني محتمل من حياته اللي فاتت، وده معناه إن إمكانيات نموه ملهاش حساب. وهو بيفكر إزاي هيعمل الحاجات دي، الكلب رجعه البيت بأمان، نط من على ظهر حصانه الموثوق فيه واستخدم قدرات السلايم الجديدة بتاعته عشان يغطي المنطقة ويضمن ان مفيش وحوش هتيجي لبيته تاني. لكن مجرد انه عمل كده لوحده استنزف كل طاقته وسابه مرهق تماما. مفيش فايدة من التفكير في انه يجيب قدرات جديدة او يتأقلم مع اللي معاه دلوقتي، لان قدرة تحمله قليلة قوي لدرجة انه ما بيقدرش يعمل اي حاجة بالقدرات دي. لكن مش محتاج يقلق كتير على المستقبل المحتمل، بما ان الوحوش مفروض ما تجيش وتزعج عمتهم تاني بفضل حاجز السلايم بتاعهم. عشان يطفي نار غله من الإهانة اللي لسعته من شوية، الكلب يوطي راسه ويخطف إتشيون من قفا قميصه كأنه فريسة سهلة. واللحظة الطفل الصغير يتهيأ له إن مصيره بقى أكلة سهرة للكلب. جوه الشقة أمه تطلع من الحمام روحها ردت فيها نظيفة زي الفلة من الدقيق اللي غرقها من شوية. تتجه لغرفة المعيشة عشان تطمن على ضناها فتلاقيه متكون مع الكلب على الأرض كأنهم صحاب من زمان. ممكن المنظر يوحي إنهم في حضن بعض، لكن الحقيقة إن إتشيون بيصارع بكل قوته عشان يفك نفسه من تدل الكلب اللي كابس على أنفاسه. الكلب كان في البيت بقاله ساعات، والطفل إتشيون قدر يفك أسره من السجن الوبري ده وينطلق لمهمته الكبيرة حماية الشقة. نجح إنه يغطي الشبابيك بفتحات وحتى مواسير الصرف باللزوجة السحرية بتاعته. دلوقتي حتى لو الدنيا قامت وما قعدتش والبيت اتعرض لكارثة كبرى هيفضلوا في حماية لفترة من الزمن. وفي خضم كل المجهود ده قدر يفك شفرة الديل التاو دي ويعرف قدراته الحالية. اتضح له إنه بيقدر يخزن 4 قدرات في وقت واحد، وده غير حياته اللي فاتت خالص، اللي كان مضطر فيها يبدل أدرى مكان التانية. في اللحظة دي يقدر يشغل ديل التاو دي وقواه اللزجة مع بعض، لكن يدوب لمدة نص دقيقة مش أكتر. عشان يستعد صح لكارثة ممكن تقلب الموازين لازم يعمل حاجات تانية كتير. من أول وأهم الحاجات اللي أي ناجي بيحتاجها بشدة في زمن الهلاك هي المعن، أكبر سبب للموت بعد ما الكارثة ضربت. ما كانش الوحوش المرعبة أصلا، كان الجوع اللي فتك بالناس بسبب تعطل سلاسل الإمداد، وده اللي خلى الناس تتصارع زي المجانين على أي لقمة. لو حد قدر يجمع مؤن كفاية من بدري ويبعد عن نار الصراع اللي هتقوم، الشخص ده يا سيدي يقدر يجمع حواليه قلوب ويسحب الناس لصفه حتى لما الدنيا تولع وتبقى الخطر بعينه. عشان لازم يجهز العدة ويستعد ومفيش وقت يضيع. بس يا خسارة وهو لسه حتة طفل ايديه قصيرة ومش هيقدر يشيل حمل كبير. السوبر ماركت دلوقتي زحمة نار، وقريب قوي كل شبر في الأرض هيتحول لوكر للوحوش. لو مجرد واحد بس لمسه الوباء هيجري في الناس زي النار في الهشيم، ومفيش قوة في الدنيا هتقدر تبطأ سرعته. بجسمه الصغير ده عشان مستحيل يقدر يواجه وحش ضخم ومرعب لوحده، ده يبقى انتحار. بس المشكلة إن الأماكن اللي ممكن يجيب منها أي حاجة قليلة قوي دلوقتي، كأنها نقطة في بحر. وفي عز ما دماغه شغالة بتدور على أي خيط أمل، أي طريقة يجيب بيها مؤن للمستقبل البعيد. فجأة تليفون أمه بيرن على ترابيزة الصالون، قطع عليه حبل أفكاره. راح يمد إيده يشوف مين المتصل، لقى رسائل بتنهال عليه من جروب الشقة اللي عامله صاحب البيت، ولحسن حظه التليفون ما كانش مقفول، ففتح الشاشة بكل سهولة عشان يعرف إيه الحكاية بالظبط.
الناس في الجروب عماله تتكلم عن فيروس غريب بيجري في البلد، وازاي اللي بيلمسوا الفيروس ده بيتحول لوحش كاسر. كان واضح قوي انهم لسه في غفله، مش مستوعبين حجم الطوفان اللي جاي بيبلع الدنيا كلها. وعشان يا عيني كان فرحان قوي انه ينور بصيرتهم شويه ويفتح عينيهم على الحقيقه المره، عمل اكاونت في الخباثه ونط في الجروب، وبدا ينبه الناس ان كارثه عظيمه على الابواب، وانهم لازم يلحقوا يجمعوا مؤنب قبل ما الدنيا كلها تتحول لخراب ودمار. مع انه كان بيحاول يمد ايد العون ليهم ويديهم نصايح من ذهب، بس كان واضح زي الشمس ان محدش يصدقوا كلمه واحده. وحتى كونه ما عندوش صوره شخصيه او اي بيانات في البروفايل لانه لسه عامل الاكاونت حالا، ده كمان ما كانش في صالحه خالص. مفيش حاجه في ايده يقدر يعملها وهو لسه طفل، وحتى المنتديات اللي على النت كلامها ملوش اي قيمه دلوقتي. بالطريقه دي كلهم هينتهوا ويموتوا قبل حتى ما المنظمه اللي ممكن تنقذهم تتكون على وش الدنيا. وفجاه زي شعاع نور في الضلمه طلب صداقه غريب ظهر على شاشه التليفون. قبل الطلب بفضول، والشخص التاني من غير لف ولا دوران دخل في الموضوع على طول وقال له انهم عايزين يعملوا معاه صفقه لو كان فعلا بيدور على مؤن تنقذه. اسم المستخدم كان هوت، والاسم ده رن في ودانه كانه سمعه قبل كده. ده كان نفس اسم الست اللي كانت بتشتغل في المنظمه واللي كان اسمها برضه هوت. تخمينه طلع في محله بالظبط، وهي في الناحيه التانيه كانت ساندة ظهرها على الكرسي براحه في اوضه مليانه شاشات كمبيوتر واجهزه غريبه، وعماله تبعت له رسائل. باين قوي ان الحكايه هتحلى وتولع معاها. كان واضح قوي ان اللي بيتكلمه ده شخص حذر زياده عن اللزوم، بس قبل ما تاخد اي صفقه هم عايزين يسمعوا ايه خطتها. الكلام معاهم بقى وجع دماغ من قبل ما يبدأ، وهم يا دوبك ما كملوش كلمتين على بعض. عشان كده قررت تدخل في الموضوع على طول وتعمله عرض. يمكن الصفقة تتم. عرضت عليه توفر له كل اللي يتمناه من امدادات اكل وشرب ودروع واي حاجة تخطر على بالهم. الشيء الوحيد اللي هيكون له ثمن عندها هو اي معدومة ممكن يحتاجها، ودي تكلفتها 100 مليون ين. لكن بالنسبة لهوت حتى المواصلات عاملة أزمة، عشان كده عرضت تديله المعلومات اللي عايزها لو هو بس ادالها 20% من الامدادات اللي يجمعها. بس نبرة صوتها وسعر ال 100 مليون ين اللي بدأته بيه الاتنين كانوا عاملين زي كلام عيل صغير لسه في المدرسة. لو فكر فيها بالعقل مستحيل تكون اللي بيكلمها دي مش هي هوت اللي يعرفها من المنظمة. كمل كلامه معاها وسألها بوضوح ليه أصدق أي كلمة بتقوليها، ده غير إنه سألها أصلا ليه وافق على المفاوضات دي من الأول. هوت سألته هو أنت ناوي تبقى عدو بدل ما تكون حليف؟ هي تفضل انهم يتفاهموا بدل ما يتخانقوا او يشكوا في بعض. البيبي وافق وسأل عايز يعرف مكان استلام الامدادات فين بالظبط. قالت له انها سابت المعلومات في صندوق بريد في الدور الارضي للعماره اللي ساكن فيها. المنظمه لسه ما خدتش شكلها، وده معناه ان هوت لسه مش من الكبار فيها، ومع كل ده هي لسه ست خطيره بتلعب بالناس بالمعلومات عشان تحقق مكاسبها الشخصيه. اول ما عينها تيجي على فريستها هتستخدم كل حيله تعرفها عشان تعصر الشخص ده لاخر نقطه. مستحيل تكون عايزه تتفاهم مع حد لسه يا دوبك بتكلمه، كل اللي عايزاه انها توقعه في فخ والمعلومات هي الطعم. لكن المره دي عشان فاطن لحيالها وهو اللي هيقلب الموازين مش هي. هو خد قسط من الراحه الاول ونام ساعتين، ولما صحي كانت طاقته اللي استهلكها قبل كده رجعت له بالكامل، وبقى جاهز ينزل يجيب المعلومات اللي محتاجها. الاسانسير فيه كاميرات مراقبه وهو طبعا مش عايز يكشف نفسه ليها بالسهوله دي، عشان كده وجه نظره للسلم، ولما وصل اكتشف ان في مشكله واحده في خطته. هو لسه حتة بيبي، والسلم ده جبل ما يتقدرش عليه بجسمه الصغير ده، يبقى ملوش غير صاحبه اللي فرو يدفي ده هو اللي هيسنده. لف وشه للكلب اللي غرقان في النوم على الكنبة، وقلبه بيقول له ان الكلب ده هو طوق نجاته الوحيد عشان يوصل لصندوق الجوابات ده. هقول راح يصحي الكلب، مسك ديله وسحبه سحلة، بس الكلب ما كانش مبسوط خالص باللعبة دي. راح الكلب خبط هاقون بديله خبطة طيرته بعيد، والواد الصغير خده بقى قوطة من الضربة، وهاقون كان فاكر انه خلاص روض الوحش ده وخلاه خاتم في صباعه، بس واضح ان لسه في حسابات قديمة بينهم. هاقون لمحت عينه حاجة على رخامة المطبخ، حس انها ممكن تكون طوق النجاة بتاعه. دي قلبة مكافآت، ودي بقى اللي هتكون مفتاح قلبه عشان يخليه يلين ويساعده. فضى شوية من المكافآت في كف ايده وقربها بحذر من مناخير الكلب. في لمح البصر الكلب قام من مكانه ووافق على الصفقة من غير ولا كلمة. باين ان الكلب ده رغم وشه اللي يبان عليه الشدة قلبه ابيض وسهل يتراضى. بعد ما ضمن وسيله المواصلات بتاعته اللي جايه بقى انه يوصل للمكان اللي هوت رمت فيه المعلومات قبل ما الشمس تطلع وامه تصحى، ركب الكلب وخلاه يجري بيه في ممرات العماره لحد ما وصلوا اخيرا لمملكه صناديق الجوابات. جوه صندوق من الصناديق كان فيه جواب لونه بامبي بيطلع راسه لبره. ده طبعا هو صيده يجي عشانه، بس في عين تانية، عين كاميرا بتراقب المكان ده زي الصقر. واضح ان هوت عايزه الكاميرا دي تكون شبكه تصطاد بيها هويته وتكشف سر قدام الكل. لو ده حصل معلوماته هتتباع في سوق النخاسة فورا وهيبقى ملوش أي كلمة وقوة. هوت ما بتمدش إيديها في طبق ما تعرفش مين طبخه، عشان كده هاقون لازم يفضل شبح محدش يعرف مين هو مهما كلفه الأمر. في الحالة دي مفيش قدامه غير إنه يلعب معاها لعبة القط والفار وبيشتتها. البيبي بيصحي قواه الخفية بيمدوا خيوط حمراء رفيعة زي الأفاعي في كل حتة في الأوضة،
وعينيه بيدور على اي خيط يكشف المستخبي. غير كاميرا امن العماره اللي على عينك يا تاجر، قدر يلاقي 3 عيون تانية متداريه، اكيد هي اللي زرعتهم. واضح انها بتدور على اي فرصه عشان تكشف وشه وتعري سر قدام الكل. هود بتضحك ضحكه شريره في اوضه الكمبيوتر بتاعتها، مستنيه بفارغ الصبر تشوف مين الفريسه اللي هتتعلق في شبكتها المره دي. لكن ومن غير ما خيال بني ادم يقرب من صندوق الجوابات، جالها رساله تاكيد من الشخص اللي كانت بتنسق معاه، بتقول ان معلومات خلاص اتجمعت واتسلمت. رجعت تبص في تسجيلات الكاميرا بيأس وذهول، بس كل اللي بان قدام عينيها في الشاشه كان كلب واقف جنب صندوق الجوابات كانه تمثال. يا غافيه، ما تعرفش ان ورا الكلب ده مستخبي صيدها اللي قلبها بيتحرق عليه. على ضيقها بيحاول يتسلل ويقرا الجواب من غير ما تاخد بالها. عارف يحدد فين النقطة العمياء بتاعت الكاميرا، واستغل صاحبه الفرو عشان يستخبى ويقرا الجواب بشكل خفي. خطف الورقة من صندوق الجوابات وجري بسرعة من غير ما حد يشوفه. الورقة دي بتشاور له على عرض تصفية في سوبر ماركت قريب، وده غالبا المكان اللي المفروض يروحه. وهو بيقرا الورقة، هوت بتضرب تليفونه بقلق وبتسأله يكشف عن مين هو بالظبط. هو بيرد عليها بتهكم وبيقول لها انه هيكشف عن هويته لو اديته 100 مليون ين. ده بيزود غضب هوت اكتر، ان مين ما يكون الشخص ده هو بوضوح بيستخف بيها، وهي عايزه تتاكد انه هيندم. بتشغل نظام مراقبه على شكل عنكبوت مستخبي جوه بلاع، وبتأمره يمسح المبنى كله. الجهاز اللي شبه العنكبوت ده فيه كاميرا، وكمان ضد التراب والمياه، ومقاوم للحراره والمغناطيس والسرعات العاليه والصدمات الكهربائيه. العنكبوت بيمشي في طريقه ناحيه اتشون والكلب، بس في لحظه واحده بيتداس عليه بجزمه بيتي فارو نازله من السلم وراهم. هوت بتصرخ من الوجع وهي شايفه الروبوت بتاعها اللي ثمنه 30 مليون دولار بيتدمر في ثواني. الشخص المسؤول عن تدميره هي هو نفسه، ونزلت تدور عليهم بعد ما بقالها فتره مش شافتهم. هوت بتعيط على خساره جهاز العنكبوت بتاعها، بس لحسن الحظ يبدو ان خاصيه الصوت لسه شغاله. بتسمع صوت من الناحيه التانيه، وبعدين بتدرك ان خاصيه المكالمات كمان شغاله، وده معناه انهم هم كمان المفروض يقدروا يسمعوها. بتمسك المايك وبتحاول تهدد اللي على الناحيه التانيه، وبتحذرهم انهم ما كسبوش لمجرد انهم قدروا يبوسوا على العنكبوت بتاعهم. دلوقتي بعد ما سمعت صوتهم تقدر تفضح كل رسائلهم وماضيهم المظلم على الانترنت كله. بتكمل في استفزازهم، بس اللي على الناحيه التانيه ما بيردش. بدل كده بيكملوا كلامهم مع حد تاني، وبيعلقوا على انهم لابسين هدوم خفيفه وممكن ياخدوا برد. وهنا هوت بتدرك ان اللي على الناحيه التانيه مش سامعاها، وانها كانت بتكلم نفسها طول الوقت ده. وفوق كل ده، بعد ما عملت شويه بحث حتى بشبكتها الواسعه وعلاقاتها، مش قادره تعرفش مين الشخص اللي على الناحيه التانيه ده. مين ما يكونوا هم، مهما كانت خباياهم متداريه تماما، وهي ولا على بالها اي حاجه. في غضون ده كله امه بتوصل اتشون الشقه مشوار ببلاش، بتوبخه عشان نزل لوحده، وبتفهمه قد ايه الدنيا برا خطر. في الاثناء دي العنكبوت الالي مرمي على الارض حطام، ومقدرته على الشغل يدوب 4%. هات في النهاية بتتواصل مع اتشون من جديد، وبتخبر البيبي انها تسلم المعلومات والمؤان مجانا. باين عليها استسلمت خلاص، وده شيء محبط تقريبا، سهولة استسلامها رغم كل البلاوي اللي عملتها. لما بيرجعوا الشقة، اتشون بيتعدلوا الموضوع بشكل مفاجئ خروجه من الشقة ده. امه فاكرة ان الكلب هو اللي فتح الباب بنفسه، وان البيبي زحف وراه هو لسه غرقان في النوم، ولاجل ده مش هيقدر يستعين بالكلب لبعض الوقت، وربطوه عشان ما تتكررش الحكايه دي تاني. حسب كلام هات، سوبر ماركت على طراز المخازن هيفتح قريب، وده معناه انها هتمدهم بمؤن من مخزون سرقتهم من غيرهم. ان هات تعمل كده بكل طيب خاطر، دي كرم زياده منها رغم كل شيء. لو ناوي جمع مواد يبقى لازم ينجزها بدري قبل فوات الاوان، بس قبل اي حاجه لازم يدبر طريقه يوصل بيها للسوبر ماركت من الاساس. ساب اليافطة على الترابيزة عشان أمه تشوفها، بس هي ولا حست بيها. مستحيل يقدر يصارحها مباشرة بنهاية العالم، بس لازم يتصرف. وهو بيحاول يدبر خطة، لمحها بيتكلم إن اللبن اللي فاضل يكفي 5 أيام وبس. دي فرصة ذهبية وممكن يستغلها لصالحه. بيرجع كوباية اللبن اللي على الترابيزة، وبعدين بيعمل نفسه لسه غرقان في النوم لما بتيجي تستطلع الصوت. لما بتروح تنظف اللبن بتلمح اخيرا اليافطه اللي على الترابيزه بتاعه السوبر ماركت، بتاخدها في ايدها وبتفكر تروح تستكشف المكان، وكل حاجه بتمشي زي ما خطط اتشون بالظبط. اليوم بيجي اخيرا عشان رحله المخزن، وبتلبس البيبي هدوم بينك، وده بيسبب له احباط كبير. وهما الاتنين برا، الكلب اتساب في البيت ومع اكل تكفيه وزياده. بيوصلوا السوبر ماركت، بس قبل ما تخطي عتبته حارس امن بيجري عليها ويسالها ايه اللي جابها المنطقه دي. بيقول لها ان في وباء معدم منتشر والناس المفروض تتجنب التجوال. الأم بتحاول تفهمه إنها كل اللي عايزاه شوية لبن بودرة لرضعها، لكن الحارس قافل ودانه عن أي عذر ولا كأنه سامع. ده موظف حكومة، وإتش عارف إن الحكومة دي خلاص أيامها معدودة وهتختفي قريب، يعني مش هيحتاجوا يقلقوا من حاجات زي دي كتير. الحارس ده ما بيعملش كده غير إنه متآمر، وبيقول لها ترجع بيتها. وهو بيكلمها مخدش باله من الوحش اللي كان بيتسلل من وراه، إلا لما الوحش حط إيده على راس الراجل. في لمح البصر
الوحش عصر ايده وراس الراجل فرقعت زي بالونه مليانه دم، وبعدين عينه وقعت على الام والطفل اللي ملهمش حيله. الوحش ده اكبر بكتير من اي حاجه اتش واجهها لحد دلوقتي، وده نوع قوي قدرته على التجدد رهيبه، يعني ملوش نقط ضعف واضحه. هو مش عايز يكشف عن قوته، بس لو ما استخدمش قدراته هو وامه هيموتوا هنا. مفيش وقت نضيعه، كان على وشك انه يتحرك بسرعه، لكن امه شالته بسرعه من العربيه وحاولت تهرب بيه. اتش عارف ان الهروب ملوش لازمه، لان الكائن ده من نوع تاني خالص، اسرع بكتير من اي بني ادم، وامه مفيش امل انها تهرب منه جري. ومع كل خطوه الوحش بيقرب منهم، اتش لمح صندوق طفايات حريق على الحيطه، فاستخدم قدراته عشان يكسر الصندوق انفجر وغطى المكان كله بالغاز. السحابه المفاجاه دي كانت كافيه لاتش انه يتفلت من حضن امه ويهجم على الوحش، يرميه بعيد ويخبطه في الحيطه. قدامه حوالي 30 ثانيه لحد ما الغبار يهدى عشان يقضي على الوحش ده. في ال 30 ثانيه دول لازم يحسم المعركه مع الوحش ده قبل ما امه تاخد بالها من اللي بيحصل. امه اغمى عليها من هجمه الوحش المفاجئه، فلازم يخلص كل حاجه قبل ما تفوق. لحسن حظها هي فاقده الوعي من الصدمه اللي فاتت، بس مفيش وقت. النوع اللي بينتشر ده نقطه ضعفه الاساسيه في راسه، لو قدر يضرب راسه هيموت بضربه واحده اكيد. لكن الوحش لسه سليم حتى بعد الضربه اللي وجهها له من شويه. اتش لازم يتاكد انه يقضي على الوحش ده بضربه واحده قبل ما يقوم تاني ويأذيه هو وامه. مفيش اختصارات يقدر يستخدمها زي كل مره، المره دي هيضطر يواجهه وجها لوجه بقوته الكامله. لحسن الحظ المرة دي على الأقل قدر يشد حيله ويقف، مش زي كل مرة يفضل يزحف على الأرض. الوحش ما استناش، خد الخطوة الأولى ونط زي الصقر على الطفل، بس تشاؤون كان أسرع، قدر يزيح نفسه من طريقه قبل ما الوحش يلحق يوقعه. وبعدها استغل قدرته الحرقة وطلع خيوط رفيعة زي الشفرات من قوة التوتي بتاعته وقطع بيها جسم الوحش. ما قدرش يخلص على الوحش بضربة قاضية، لكنه على الأقل قدر يفتح فيه جروح ويخليه ينزف دم بعد الضربة الموجعة دي. الوضع مش مطمن خالص هدقتي، بس تشايون جواه يقين إن الكفة هتميل لصالحه وإنه هو اللي هيكسب في الآخر. اندفع زي السهم يهاجم الوحش من جديد، المرة دي كان متأكد إنه على الأقل هيقدر يثبت وجوده ويواجهه بندية. فاضل جسمه النحيل وخفة حركته، قدر يتفادى أغلب ضربات الوحش ببراعة واستغل خيوط التوتي بتاعته عشان يطير حوالين جسم الوحش ويلفها عليه زي الحبل. ولما رجله لمست الأرض شد الخيط بقوة، فقام قاطع جسم الوحش في لمح البصر كأنها سكين حادة. الظاهر إنه قلب الطاولة لصالحه وبقى هو اللي ماسك زمام الأمور، بس لسه الضربة القاضية محتاجة تيجي في راس الوحش عشان يسقط. ولحسن حظه الوحش بجسمه الضخم ذا بيكون صعب عليه يركز ويصوب ضرباته على طفل صغير بيتحرك زي البرق، وكمان مش قادر يطلع كل قوته لأنه مجبر يتحرك بسرعة جنونية عشان يلحق الطفل. بالنسبة للوحش الأمر ذا أشبه بمطاردة فار صغير، مهما جرى مش هيعرف يمسكه. وفي الآخر تشايون على وشك إنه يتفوق على الوحش بالسرعة والذكاء بشكل كامل وينهك قواه لدرجة إنه يدوبك يقدر يجر رجليه. كل ذا ما جاش من فراغ، ذا بفضل الخبرة اللي جمعها من معارك حياته الفاتت واللي لسه بتفيده لحد اللحظة دي، بفضل الضربات المتتالية اللي زي المطر من الطفل. قوة الوحش خارج تماما وباق على وشك السقوط. ضربة أخيرة بس كفيلة أنها تنهي أمره، بس لازم ياخد باله الغرور ممكن يوقع أي بطل. ورغم من إن الوحش كان منهك ومتهالك من الضربات المتواصلة، إلا إنه جمع آخر رمق من قوته وشد شوكة حادة من ظهره ورماها على الطفل بسرعة وقوة لا تصدق. قدر يتفادى الضربة بسرعة البرق، لكن الشوكة كانت أسرع ولسه قدرت تشق جبهته بعمق وسالت منها الدم. قفز بعيد في لمح البصر وخلق مسافة أمان كبيرة بينه وبين الوحش قبل ما الوحش يلحق يرمي عليه الضربة الثانية بنفس القوة. لو الوحش فضل يهاجم بنفس العنف ذا يبقى الطفل مستحيل يقدر يقرب منه عشان يواجه الضربة القاضية. ذا الوقت لازم يشغل دماغه ويفكر في خطة جديدة، يمكن هجمة مباغتة أو طريقة يصرف بها انتباه الوحش عن نفسه. الوقت بيجري زي الرمل من بين إيديه وقريب أوي حيحس بوجع استخدام كل قوته وحتظهر عليه آثار الإرهاق. ذا الوقت ممكن يكون مضطر ينسحب ويجري بأمه بعيد عن الخطر قبل ما تتصاب بأي أذى، وهو لسه عقله بيحاول يلاقي حل يدبر هيعمل إيه. يلمح أمه تحت في الدور الأرضي تايهة ومش عارفة تعمل إيه، عمالة تبص حواليها. باين عليه الوقت خلص أسرع ما كان متوقع، ودلوقتي هي صحيت وعماله تدور عليه بجنون. وهي بتدور عليه تلاقي نفسها وش الوش قدام الوحش وتبص له فوق في صدمة، بس بدل ما تجري تمد ايدها في جنها عشان تطلع حاجة، ويون يصرخ بكل قوته ويقول لها تجري عشان اكيد مش هتقدر على الوحش لوحدها. بس بما انها ام البطل اكيد عندها حيالها الخاصة. من جيبها تطلع مسدس صاعق وتضربه على الوحش يكربه كهرباء شديدة تخلي جسمه ينجمد مكانه. يمكن تكون طريقة غريبة بس دي بالظبط هي الخدعة اللي كان البيبي بيدور عليها. هون ينط من فوق المبنى ناحية الشارع اللي تحت في نفس اللحظة اللي الوحش يستعيد وعيه ويخبط أمه ويرميها لورا وهي تقع على الأرض وبشكل مناسب وشها بعيد عن الوحش. هون ينزل من السنة بهجمة جبارة ناوي يخلص على الزبالة دي مرة واحدة وللأبد.
الوحش يبص لفوق في آخر لحظة يشوف بيبي عنه طاقة رهيبة متجمعة في رجله نازلة عليه بسرعة جنونية. الهجمة تيجي بالظبط في راس الوحش تكسرها فورا وتموته في ساعتها. أمه لسه مرمية على الأرض فقد الوعي، والبيبي قرب منها عشان يطمن عليها. على قد ما هو لسه مش بيحبها قوي، كان ممكن يبقى أخطر عليه بكتير لو ما كانتش موجودة بتحاول تحميه. مش بس جت تحاول تنقذه رغم الخطر، دي كمان خطرت بحياتها عشان تنقذه. لسه قدامها تدريبات كتير عشان تبقى مفيدة ليه، بس باين عليه انه ممكن يثق فيها على الاقل. وهو بيفكر في ده لنفسه، اهطار قدته بعد الهجمة تضربه بقوة ويقع جنبها ويفقد الوعي هو كمان. لما يصحى تاني بعد وقت طويل يلاقي على راسه شاش وراجل غريب عينيه حمراء بيغير له بامبرز جديد. هون مش عارف الراجل الغريب ده او رد فعل ليه عشان يدافع عن نفسه انه يعمل بيبي على الراجل عشان يحاول يخوفه ويمشيه. امه تجري بسرعه تعتذر وهي بتعمل ان الراجل الغريب ده ما يكونش اتضايق، هو يمسح البيبي من وشه ويتقبل حقيقه انه غالبا خوف الطفل، عشان كده ده اللي حصل. بعدين سألها لو كلب واخد عليها وشكل أمه تعرف الراجل ده غالبا كان صاحب الكلب القديم وبيشكرها إنها اهتمت بالكلب ده. هاون كان قلقان أكتر إن أمه أكيد شافت الوحش اللي هاجم عليهم من شوية، بس هي بتتصرف كأن مفيش أي حاجة حصلت. بعدين لاحظ إن شعره مبلول، ده غالبا معناه إنها كانت بتعيط في السر تاني وهو نايم. الراجل قال لها إنهم رايحين يجيبوا مؤن وعزمها تيجي معاهم. ده لفت انتباهها هاون لأنه أدرك إن تجميع المؤن وشراها كلها بمساعدة ناس تانية أكيد مش قرار وحش، بس قبل ما يمشي معاهم لازم لسه يجيب القلب الكريستالي من الوحش اللي هزمه. نط من عربية الأطفال بتاعته وجرى بسرعة ناحية بقايا الوحش. أول ما استخدم ديله الضفدعي عشان يمتصها اكتسب قوة الوحش فورا. المرة دي شكلها مهارة تصلب، ودي خلاص اندمجت في دمه، مش مهارة وحشة، ودلوقتي يقدر يستخدم ديله كدرع. بس قبل ما يرجع يزحف لعربية الأطفال بتاعته لاحظ الراجل الغريب اللي كان موجود من شوية بيتكلم في تليفونها، بيتكلم مع حد وشكلهم بيتكلموا عن إنه هو وأمه الاتنين عبء عليهم. وكشف كمان إن سبب إنه جايبهم هما الاتنين معاه هو إن في أي طوارئ ممكن يستخدموهم كطعم ويكونوا مفيدين ولو شوية صغيرة. الراجل ده أكيد مجنون وواضح إن نيته وحشة. أحل الشخص اللي على الخط التاني ياخد عربية تانية ويجيب مؤن أكتر. هاتشون سمع المكالمة، خبط بالغلط في العربية النقل اللي مستخبي وراها، والراجل لف بسرعة مستعد يهجم على أي حد بيتجسس عليه. الراجل قرب منه بس هو كان متوقع يشوف حد بيهدده، وبدل كده شاف طفل صغير وده خلاه يطمن. الراجل طبطب على راس هاتشون وسأله ازاي وصل لحد هنا. بعدين رجع للتليفون وقال للشخص التاني ان الطفل سمع كلامهم، بس هو مش مهتم بده لانه مجرد طفل. وفوق كل ده بما ان هاتشون مجرد طفل قتله مش هيكون مشكلة. الطفل وطى راسه بقلق بعد ما ادرك ان الراجل ده مجنون تماما. كلهم ركبوا عربية وأمه بتربطه كويس في كرسي الأمان اللي ورا، وبعدين بيجهزوا نفسهم عشان يركبوا مع الراجل وثلاثة تانيين في العربية. هون مش مطمن للراجل المجنون ده وهو سايق، بس مش بإيده أي حاجة يعملها. لو بس يقدر يستخدم قوته كان هيسحق الراجل المجنون ده في ثانية ويوريهم مين الأقوى. اللي في العربية بيتعرفوا على بعض، وأمه بتحاول تفتح كلام وهي بتقدم لهم شوية تسالي. غريب قوي إن الناس دي شكلها هادي كده مع كل اللي بيحصل ده. هون بيبتدي يسأل نفسه هم شافوا صور للوحوش دي ولا لا، وازاي اي حد ممكن يخرج بره في وقت زي ده. الراجل بيدور العربية وبيشاور للي واقف في الكومباوند اللي كانوا قاعدين فيه وهم ماشيين. هون بيستوعب ان عدم ادراكهم ده يمكن يكون طريقة عشان يحموا نفسهم. وهو حتى لو الناس شافت وحوش او جثث مش معنى كده ان الدنيا خلاص بتنتهي. كل اللي يقدروا يعملوه هو انهم يتصرفوا عادي ويحاولوا يخبوا خوفهم. وهم مكملين سواقة في البلد، الأنسة لينج يينج يو بتطلع علبة ساندوتشات عشان تقسمها على كل اللي في العربية. الناس اللي في العربية كلهم سكان من العمارة اللي هون وأمه قاعدين فيها. في أمه لينج يينج جو ساكن شقة 502، وبعدين دين كو ساكن شقة 1003، وفي الآخر في ريو كاسون ساكن شقة 1004. أمه بتفضل تقدم تسالي للي معاها في العربية وهم رايحين للسوبر ماركت. ريو كاسون بيسأل أمه إزاي قادرة تربي طفل لوحدها مع إن الموضوع صعب قوي، ما هي صغيرة وجميلة ومش باين عليها إنها بتشتغل كمان، وكمان خطر إنها تخرج بره ومعاها طفل. أمه في الأول فكرت تسيبه في البيت، بس لاحظت إنه هون كل ما بيتساب لوحده بيبتدي يتجنن، فاضطرت تجيبه معاها بعد تفكير كتير. هون لا إراديا بيحاول يقول لأمه تبطل كلام، وهي بتتنهد وهي بتفكر في كل البلاوي اللي حصلت بسبب ابنها الكام يوم اللي فاتوا دول. واحد من الرجال اللي قدام هو تشان مينورو ساكن شقة 504. السواق بيعلق وبيقول إن لينج بتنفع في الخناقات، خصوصا إنها قدرت توقع وحش كبير بمسدس الصاعق بتاعها. هما كمان جابوا الكلب معاهم في العربية نقل اللي ماشية وراهم عشان يبقى عندهم قوة هجوم زيادة لو حصل أي حاجة. لو أي حاجة حصلت
هون مش فاكره ايه اللي حصل ومش مستوعبه ان ابنها هو اللي عمل كل ده، وهم مكملين سواقه في البلد. السواق حس ان في حاجه غلط، المفروض يكون في وحوش اكتر من كده، بس المكان فاضي بشكل غريب. فجاه لما حد بيجري في الطريق، واضح انه بيدور على مساعده، وهي بتجري في الطريق وبتدور على اي مكان تستخبى فيه. حته مبنى قريب اتفتحت فجاه، وايد مدت عشان تمسكها، وبعدين وحوش كتير هجمت عليها مره واحده. السواق قال لهم يمسكوا كويس، وهو بيحاول يناور بالعربيه عشان يتفادى الخبطه في الوحوش والبنت. العربيه والعربيه النقل الاثنين انحرفوا عشان يتفادوا مجموعه الوحوش الصغيره، وقدروا يعدوا بامان. الكلب نبح بصوت عالي في الكرسي اللي ورا، والوحوش اتلمت على البنت وشدتها على الارض. صرخت وهي بتطلب المساعده، والوحوش فوقيها بتهاجمها. اليوم ده كان ملخبط قوي من ساعه ما هون وامه سابوا بيتهم. هم محاوطين بالوحوش، وهون خاق لحظه عشان يحلل الموقف اللي هم فيه. الوحوش اللي راسها زي الحشرات ومحاوطه العربيه كلها عليها علامات لاسعه في رقبتها. اللي بيتحكم في كل الوحوش دي اكيد نوع من السايبورغ. متحكمين الطفيليات دول وحوش من نوع طفيلي، وعندهم القدره يحولوا البشر لسايبورغ. قوتهم لوحدهم مش كبيره، بس لما يكونوا عددهم كتير الموضوع بيختلف خالص. وطول ما المتحكم ده بيتحرك، وحوش السايبورغ هتفضل تتكاثر. احسن حاجه يعملوها هي انهم يلاقوا طريقه يهربوا بيها فورا. باقي وحوش الحشرات اللي ما كانتش متلمه على البنت المسكينه من شويه بدات تيجي ناحيه العربيه عشان تهاجم اللي جواها. قربوا اول درجه ان السواق ما كانش حاببها، وفي ثواني واحد من الوحوش قدر يكسر الزجاج الامامي. هون بص حواليه وعارم ان اكيد كلهم ممكن ينجوا من الموقف ده، بس لازم يطردهم بسرعه قبل ما عددهم يكبر قوي. للاسف هو يقدر يستخدم قوته لمده 30 ثانيه بس، ولو ضيعها كلها هنا يبقى كده خلاص كل حاجه انتهت. بص حواليه في العربيه وبيسال نفسه لو في اي حد من الركاب يقدر يحارب. ريو بص بيأس من العربيه على البنت اللي الوحوش بتضربها وبتنهش فيها. صرخت وهي بتطلب من اللي في العربيه يبطلوا تضييع وقت وينقذوها. وده المنظر ده ولع دم اون في ساعتها لما استوعب انها هتبقى شيله تقيله عليهم في اللي جاي. بدل ما تدور على حيله تساعد بيها الكل، هي بتصوت عشان الكل يلحقها هي وبس. الاحسن يسيبوها ويمشوا، ايه فايدتها اصلا؟ دي مش هتشيل معاهم في اي خناقه. تشين مانورو قال لهم بوضوح محدش يروح ينقذ البنت دي اصلا رقبتها عليها نفس الجرح اللي على رقبه كل الوحوش التانيه. يعني خلاص كأنها ملهاش أمل من أساسه. تشين مينورو باين عليه عينيه حامية وبتجيب من بعيد، بس غالبا كبر على خناقات المعارك، بس يمكن يكون لسه في حيل يشيل شوية مؤن على الأقل. السواق بيسأل ندخل قلب الهيصة دي ونقتحم الفوضى، بس لو هنقتحم يبقى لازم نخلص على الوحوش دي الأول قبل ما كلنا نتضخر من الوجود. إتشون ما بلعش الفكرة دي، حاسس إنها ريحة موت وعايز يرميهم كلهم في التهلكة. الراجل ده ما تقدرش تسند عليه ظهرك وقت الشدة، وقت ما الروح بتطلع. واللي سايق العربية اللي وراهم غالبا نفس الحكاية، مفيش منه رجا. دينكو بيلقط حاجة ناشفة من أي حتة في العربية وبيعلن إنه هينزل ويساعد بأي طريقة يقدر عليها حتى لو بروحه. شكله عامل زي العصفورة المكسورة، بس يمكن يكون من النوع اللي بيقلب أسد مفترس فجأة ومن غير سابق إنذار. بيحاول يورينا إنه مش خايف، بس باين عليه إنه حتة قش ملهاش سند، ما تقدرش تعتمد عليه في أي حاجة. باين كده إن العربية دي ما فيهاش روح تقدر تقف في وش الوحوش اللي محوطاهم من كل ناحية، وهم بتمد إيدها في شنطتها وبتطلع المسدس اللي كان رافقها من شوية. أول ما دين بيسمع إن أمه هتطلع بمسدسها وتواجه الخطر، بيقرر إن مفيش داعي إنه يروح، كأن الحمل اتشال من على كتافه. وهما لسه بيتكلموا، جسم حاد بيخترق العربية فجأة وبيعدي من صدر الدين زي السهم المسموم، وبعدها بيترمي بره العربية كأنه عروسة قماش ملهاش روح بتطير في الهواء. وبعدها مخالب حادة بتغرس في جنب العربية زي السكاكين، ووحش حشري تاني برأس مرعبة زي الكابوس بيطل جوه العربية، وفي لمح البصر بيغرز مخلب في ريو ينهي حياتها في لحظتها. باين ان ده هو قلب الوحوش دي كلها، هو الأصل والأساس لكل السايبورجات. أكيد كان مستخبي في الظل مستني اللحظة المناسبة عشان ينقض عليهم زي القدر. وبما ان مفيش في العربية دي سند ولا ظهر، باين ان الطفل الصغير ده هو اللي هيضطر يشيل الليلة ويواجه المصيبة دي. بس قبل ما يلحق يقوم، شوكة حبة زي الخنجر بتتوجه مباشرة ناحية أمه. ما كانش سريع كفاية عشان يلحق يوقفها قبل ما توصل لأمه، بس بدل ما الشوكة تخترق لحمها بتغرس فجأة في مخدة العربية كأن القدر غير مجراه. بيبصوا قدام العربية بيلاقوا تشين مينورو اللي كانوا فاكرينه كبر خلاص ماسك الوحش وموقفه كأنه جبل صامد. تشين مينورو بيفهم في اللحظة دي إنه الكائن ده هو سيد الوحوش كلها، هو اللي بيحرك الخيوط. الوحش بيلف زي الإعصار وبيحاول يغرس شوكته في وشه، بس هو بيمسك الشوكة دي بإيديه وبيكسرها كأنها قشطة. واضح إن الراجل ده مش مجرد بني آدم عادي، ده قوة تانية خالص. قدر يوقع زعيم الوحوش كلها بإيديه العريانة كأنه أسطورة. الوحش بيصرخ صرخة مدوية وهو بيغرس شوكته المكسورة في رقبته هو كأنها نهايته على إيد نفسه. وبعدين ومع آخر صرخة للوحش اللي بتدوب في الهواء، روحه بتفارق جسمه، وتشين مينورو بيسيب جثة الوحش الميتة تقع.
فبتترمي على اسفلت الشارع، وهو بيمسح الدم من على وشه بيئن من كبر سنه اللي بيبان عليه. فنفس اللحظه اتش تشان بيبص لمبار وجلال وهو بيدرك ان الشايب ده جبل من القوه لما تتكسرش، لكن فجاه بيجي له احساس ان المعركه لسه ليها بقيه. الوحش اللي مرمي على الارض ده ليه وش تاني وما ينفعش يطمنوا او يرخوا حذرهم دلوقتي. اتش تشان ما يعرفش مين الشايب ده، لكن مجرد انك تستهدف قلبه مش كفيل انه يقضي على الوحش ده. وزي ما كان حاسس بالظبط الوحش بيبدا ينهض من جديد وباين عليه انه ناوي يهجم مره تانية. صوته مش بيطلع، فمفيش قدامه غير طريقه واحده بس عشان يحذر الشايب قبل ما الدنيا تولع اكتر. بيزعق باعلى صوت عنده، فخلى الشايب يبص وراه ويلحق يتفادى بصعوبه هجمه غدره من الوحش الحشري. الشايب الموقف ده مش غريب عليه، شافه كتير لما كان لسه في وحده العمليات الخاصه. بيفهم على طول ان الوحش ده مش هيموت بمجرد طعنه في قلبه، وده اللي بيوضح ليه الراجل ده قوته خارقه بالشكل ده. هو كان في وحده العمليات الخاصه وعشان كده عنده الخبره والتدريب اللي يخليه يتعامل مع وحوش زي دي. الراجل بينط من العربيه عشان يهجم على الوحش وينزله الارض، شكله كده مش هيموت بسهوله بالطرق البسيطه. فتشين مينورو بيقرر ان المره دي هيطلع كل اللي جواه عشان يسحق الوحش ده ويخلص عليه خالص. بيقر على راس الوحش وبيرزع ركبته في وشه، فجمجمته بتتفلق في ساعتها. من مجرد شويه القتال اللي بيوريهم باين عليه انه عنده فنون قتاليه متقنه، وقراره انه يستهدف الراس جه في لمح البصر. كان لازم يفهم من زمان ان الشايب ده عسكري سابق وعنده قدرات خاصه مش موجوده عند اي حد تاني في العربيه. فحياته اللي فاتت لما كان كلب المنظمه، حتى لو الجيش كان اتقضى عليه تماما وقت ما هو بدا يظهر، سمع كلام ان بعد ما الحكومه انهارت الجيش بقى هو اكبر قوه بتقف في وش الوحوش. كانوا هم اعداء المنظمه في الوقت ده. بس وسطهم كانت في فرقة قتالية ليها طابع خاص شغالة في قلب الوحدة الأساسية، باين عليهم إنهم شافوا تدريب ما شافوش حد، وكانوا شوكة في حلق المنظمة ومطلعين عينها. وبفضل الراجل ده وتعبه أخيرا فتحت لهم سكة السوبر ماركت عشان يلموا مؤنهم اللي نفسهم فيها. أمه في الأول همست باقتراح إنهم يرجعوا لبيتهم هم كمان، لكن تشين مينورو قفل سكة الفكرة دي في وشها فورا وقال لها إن الرجوع للبيت ممكن يفتح باب لبلاوي تانية، يبقى لازم يفضلوا ماشيين لقدام، مفيش رجوع. باين إنهم أخيرا معاهم حد يتسندوا عليه في طريقهم، بس ايتشون دلوقتي لازم يحيك خطة عشان يضم الراجل ده لصفهم. يمكن يبعت أمر عسكري مزيف يخدع بيه الكل، أو يمسك هوت من إيدها اللي بتوجعها ويجبرها تبعت معلومات سرية من قلب الحدث، أو ببساطة يلزق في الراجل ده زي الظل ويجبره يحطهم تحت جناحه ويحميهم. مجرد ما الفكرة دي خطرت على باله، فكرة استغلال الراجل ده لمصلحته الشخصية، رسمت على وش الطفل الصغير ابتسامة خبيثة ابتسامة رضا. وهو غرقان في بحر أفكاره، إيد الراجل مدت وطبطبت على راسه بحنان، وبعدين قال للأنا سالين تفضل قريبة منه هي وأيتشون عشان يقدر يحطهم تحت حمايته ولو شوية. هي وافقت فورا ووعدت بقلب صادق إنها مش هتكون حمل تقيل عليه وهتمشي وراه زي ضله بكل إخلاص. هو قال لها متعلقيش أنال كبير عليه، كل اللي عايزه إنه يمد إيد العون ليهم وبس. هي شكرت الراجل على ايده اللي مدت قبل كده في اسقاط الوحش الكبير ده، لكن هو قال لها ما تجيبيش سيره كانها حاجه بسيطه. ما هو في الاخر لو ايتشون ما كانش صرخ وبكى قبلها كان زمانه دلوقتي في اعداد الاموات من ضربه الوحش. وبعدين بص للطفل الصغير وقال جمله كانها حكمه: كل ما الواحد كان اغبى كل ما طمع في المكسب اكتر. كأن الراجل ده بيقرا اللي في النفوس، عارف الافكار الانانيه اللي كانت بتدور في عقل الطفل من شويه. ايتشون كتف ايديه وقرر انه يستسلم ويقبل مساعدة الراجل بهدوء كأنه مفيش مفر، بس هو عارف ان شخصية تشين مينورو العنيدة دي هتكون في الآخر سبب هلاكه. أخيرا وصلوا للسوبر ماركت اللي عيونهم كانت عليه من البداية، لكن الصدمة ان البوابة كانت مقفولة، كأن اليوم ده كان يوم اجازتهم او يوم نحسهم. الإعلان كان بيصرخ ان السوبر ماركت فتح أبوابه، لكن الواقع كان بيصرخ ان المكان مقفول على آخره. ايتشون عارف ان هوت دي ساحره في عالم الهاكر، وغالبا هي اللي قفلت السوبر ماركت ده عن بعد بلمسه من صباح. فجاه الباب اتفتح على مصراعيه، والسواق ابتسم وهو بيشرح لهم انه خلى صديق ليه من مكان بعيد يفتح لهم الباب بضغطه زر. هو بيقول كده ابتسامه عريضه رسمت على وشه ووراهم تليفونه كانه بيقول ما تنسوش تشكروا صاحبي ده بعدين، ده عمل فيكم معروف. الكلمه دي خلت الشك يتسلل قلب ايتشون، فمد ايده بخبث وسحب تليفون امه من شنطتها عشان يفتش فيه. فتح الرسائل وشاف رسالة من هوت لسه واصلاه بتقول له إنها لمحت عربيتهم على كاميرات المراقبة وفتحت لهم البوابة بنفسها. الرسالة دي كانت دليل قاطع إن السواق ده يعرف هوت معرفة أكيدة. الوضع ده خلى الأمور تتعقد في دماغه أكتر وأكتر وتتشابك الخيوط، لأن هوت والسواق الاتنين كانوا بالنسبة له شخصيات عليها ألف علامة استفهام ومريبة جدا. في الآخر دخل السوبر ماركت وآيتشون كان الإرهاق باين عليه، كأن كل قوته اتصفت بمجرد ما وصلوا لوجهتهم اللي انطال انتظارها. السوبر ماركت كان عالم لوحده، كبير وواسع، والمخزن بتاعه مليان مؤن تكفي بلد.
والأحلى إن مفيش عين كاميرا واحدة في المكان، يعني الطفل الصغير مش هيشيل هم إنه يتكشف وهو بيطلق العنان لقواه الخارقة. وفجأة عينه لقطت إن العجوز مش جاي بإيده فاضية، ده شايل معاه رف أسلحة كامل. طبعا ده مش غريب على عسكري سابق في فرقة قتالية خاصة، بس اللي يوجع القلب إنهم أول ما دخلوا السوبر ماركت الراجل اللي كان ماشي بيهم طول الطريق ده فص ملح وداب، والسوبر ماركت ده كأنه مهجور، مفيش بني آدم من الموظفين، يعني لا عارفين يشتروا ولا عارفين يحاسبوا، الدنيا مقفولة في وشهم. ولسه هقولهم بتلف وتدور ايه اللي المفروض يعملوه في المخزن ده، قام صوت تصفيق يرن في ودانهم جاي من مكان تاني في المبنى. رفعوا عينيهم لقدام لقوا نفس الراجل اللي كان معاهم بابتسامه خبيثه ماليه وشه وبيطبطب على الصناديق اللي حواليه كانه صاحب المكان، وبكل برود اعلن ان كل شبر في المحل ده وكل حبايه فيه منظمته اشتريتها وخلصت. اللحظه اللي كي كان بيحلف 1000 يمين انها ما تجيش خلاص بقت حقيقه مره قدامه. الواقف قدامه ده مش اي حد، ده واحد من قلب المنظمه نفسها، كابوس بيتحرك. حتى كلب كي اللي عمره ما بيغلط في حكمه حس بالشر اللي جواه وبدا ينبح بجنون كانه بيحذرهم. السواق اللي كان امل فيها حمامه سلام اخيرا كشف عن وشه الحقيقي واعترف بكل وقاحه انه استغلهم كلهم خطوه بخطوه عشان يوصل للسوبر ماركت ده وبس. ودلوقتي بعد ما خلص منهم ومبقاش ليهم لازمه جه وقت رميهم زي اي زباله ملهاش تمن في اقرب سله مهملات. وفي عز ما هو غرقان في كلامه اللي كله كبر وغرور، عين كي لقطت وشمه على دراع الراجل، وشم ما يتوهش، علامه واضحه وصريحه ان واحد من المنظمه دي من لحمهم ودمهم. وبانين مليانه سواد وشر، الراجل اعلن بالصوت كله تهديد ووعيد ان السوبر ماركت ده دلوقتي بقى تحت ايد جمعيه اللوتس الشركيه، ملكهم وبس. تهديده ده كانه سهم مسموم كان موجه بالذات للراجل العسكري العجوز اللي فاهم اللعبه، ومع صاحبته اللي سلاح من جيبه كانه بيعلن بدايه الحرب، حذرهم بصوت حاد ان اي حركه منهم هتكون اخر حركه. اسم الجمعيه ده اول ما نطق بيه ضرب جرس انذار في دماغ كي، لفت انتباهه في لحظه، فهم ان الفرع ده من المنظمه مش اي فرع، ده حاجه تانية خالص، اخطر واعمق مما يتخيل. دول 4 عدائين مهمتهم تنفيذ مشروع الصيد، كانهم كلاب صيد مدربه على الشر. المجموعه دي الشر متاصل فيهم، كانوا بيزرعوا جرايمهم في الارض حتى قبل ما الكارثه الكبيره دي تضرب. يبقى ده هو سر تجميعهم للموئن، لانهم شموا ريحه الكارثه اللي جايه من بعيد واستعدوا ليها. دلوقتي بس كي فهم ليه قلبه كان مقبوض من الراجل ده، احساس غريب كان بيطارده من نبره صوته اللي كلها غرور واستعلاء. بس مهما كان الشخص ده ومهما كانت قوته، كي الصغير قلبه حديد ومستعد يواجهه ويوقفه عند حده. في نفس اللحظه لين والعجوز عقولهم لقطت الخطوره في موقف في لمح البصر، وشافوا التابعين اللي محاوطينهم من كل ناحيه كانهم ذئاب جائعه. بس العجوز اللي كان مستعد لكل سيناريو ما ضيعش وقت، خطف مجرفه من الارض ورماها بكل قوته على المولد كانها قذيفه. المجرفه ضربت المولد بقوه جباره وغرزت فيه في قلب الاله اللي ممكن تنفجر وتولع الدنيا، وبدا صوت انفجار محتمل كانه نذير شؤم يتردد صداه في المكان كله معلنا عن بدايه الجحيم. اما السواق فضل واقف بهدوء، ودي حاجه ما تفوتش على عين الراجل العجوز. وفي اللحظه اللي بعدها الراجل يبتسم بخبث ويطلع ريموت عشان يتحكم في العربيه. العجوز يفهم ان الوضع بيفلت من ايده، ينط عشان يمسك السواق، لكن في اخر لحظه يتحدف لورا بكميه كراتين. وفي اللحظه اللي بعدها العجوز يلاقي نفسه باصص في فوهه مسدس. بضحك خفيفه عضو المنظمه يقول ان مش هيسيب عسكري مخضرم يفلت بالسهوله دي، وبعدين يحذره ما يتحركش. لكن فجاه لين تتدخل ماسكه مسدس في ايدها وتحذر الراجل انه يبعد عن العجوز والا هتضرب نار، وتطلب تعرف دوافعهم. الراجل اللي واضح انه مستمتع يدرك قد ايه هي غبيه بشكل مذهل انها ما فهمتش الوضع لحد دلوقتي، حتى يسالها اذا كانت لسه هتفتكر انه بريء بعد ما يضربها بالنار. لين اللي لسه عايشه في فقاعتها المبهجه تعرض عليهم يشاركوا الامدادات وكانها عامله عزومه فسحه. هو فعلا بيضحك على سذاجتها، ودي حاجه تقريبا مبهره. هي بتتصرف وكانها هي اللي ماسكه زمام الامور هنا. وبعدين يفكرها بالمره اللي ساب فيها الكلب معاها، مش من باب الطيبه طبعا، عشان لما راح يلم الفلوس صاحب الكلب كان ميت خلاص، فطريقي قال يخلص من الكلب هو كمان. وهنا هي ظهرت، وهو افتكر انها هتكون مسليه ان يشوفها ازاي هتعرف توفق ما بين كلب كبير وطفل رضيع. الغريب ان الامور مشيت وقتها، لكن دلوقتي ومسدسه جاهز وهو بيرفض فكره مشاركه الامدادات ببساطه مفيش كفايه عشان تكفي الكل. وفي اللحظه اللي بعدها كل رجاله يشاوروا بمسدساتهم. الريس يعلن ان الضعفاء زي لين لازم يموتوا. اللحظه دي تفكر كي بالذكريات لما كان تحت سيطره المنظمه، ما كانش قدامه غير انه ياكل فيران عشان يسكت جوعه. وقتها كانوا بيبصوا له باحتقار زي كده بالظبط. يفوق من شروده لما كلبه يستعد عشان يهجم على البلطجيه، كيف فورا يرمي الماده اللزجه على المولد وده بيسبب انقطاع الكهرباء. وفي اللحظه اللي بعدها الضلمه تبلع كل حاجه، والرئيس يزعق ويقول لكل يوقف وضرب نار لحد ما يلاقوا نور. وفي نفس الوقت الرئيس يرفع مسدسه، كي يستغل الفرصه وينشط قوته، ولسه هيلكمه لما العجوز فجاه يتدخل ويرفص الريس بداله. كي والراجل العجوز بصوا لبعض بذهول،
كي استوعب ان ده نحسه الاسود انه يتشاف من الراجل العجوز اللي طلع عسكري. مع الوقت ممكن يعتبروه وحش، وفي احتمال كبير انه يتحول لفار تجارب بسبب قوته. وكأن الافكار اتنقلت، الراجل العجوز كان بيفكر في نفس اللي كي بيفكر فيه بالظبط، بيتساءل يا ترى كي ده وحش ولا ايه؟ ولسه الراجل العجوز بيستعد للهجوم. الطفل كي نط بسرعه كبر واستقر على رف عالي في النقطه العاميه بتاعت الراجل العجوز بالظبط. الراجل العجوز ولع الكشاف بتاعه، كي كان ناوي يولع النور هو كمان، بس كان حذر من الراجل العجوز. سخر كي من الموقف وادرك انه ما بقاش قدامه حل غير انه يقضي على الراجل العجوز الاول، لكن خطته اتقطعت بصوت مفاجئ. ضجه خلت الكل ينتبه، الناس بصت لفوق ولمحت كائن لزج سلايم شغل المجموعه كلها عن اللي كانوا فيه. بابتسامه خبيثه كي خد مكانه المعتاد في الترولي وبيستعد عشان يستمتع بالفرجه. لدهشته السلايم اتحول لنسخه طبق الاصل من الراجل العجوز، هاجمه وبسرعه الكل لقى نفسه بيحارب النسخ الخاصه بيه. الراجل العجوز هو كمان استعد للمعركه ضد شبيهه وهو بيشتم في سره على المصيبه الجديده دي. لين كانت مرعوبه لما شافت نسختها المثاليه واقفه قدامها بالظبط وبتترجاها ما تقربش اكتر من كده. صوتها لفت انتباه الراجل العجوز، بص وراه ولمح كيه بيعيط جنبه ونسخته بتحاول تتصلع الترولي. الراجل العجوز افترض انه اكيد شاف النسخه دي قبل كده، ده معناه ان خطه الواد الصغير ماشيه تمام التمام، وهو دلوقتي بيعيط دموع تباسيح مستني الراجل العجوز يجي ينقذه زي البطل. زي ما كان متوقع الراجل العجوز هاجم النسخه فورا لما حاولت توصل لكيه، لكنه اتغاظ لما النسخه رجعت تتكون بسهوله ومن غير اي مجهود، وده بسبب طبيعتها اللزجه. لما ادرك ان القوه الغاشمه لوحدها مش هتنفع، حذف الجاروف بتاعه على جنب وقرر ان الوقت جه عشان يتبنى استراتيجيه جديده تناسب التعامل مع وحوش زي دي. فتح صندوق الاسلحه بتاعه وطلع المسدس. في نفس الوقت لين قدرت تهزم نسختها باستخدام مسدس كهربائي، لان الكهرباء نقطه ضعف معروفه لكائنات السلايم. كي هو كمان هزم نسخته بواب متواصل من الهجمات، ودي كانت نقطه ضعف تانية معروفه. في النهايه الرجل العجوز دمر نسخته باستخدام قوه نيران مدمره. قوة، لكن لسه في نفس في المعركة دي ما انقطعش. نسخة سلايم تانية انطلقت زي السهم ناحية لين، لكن العجوز كان أسرع وضربها في آخر رمق. لكن الكائن لسه فيه الروح، بيحاول يلم نفسه من تاني، والعجوز مكمل ضرب مصمم ينهي عليه كأنه بيطارد شبح. يمكن ما قضاش عليه قضاء مبرم، لكنه ساب فيه أثر والجرح غويط كسر من قوته كتير. لكن في نفس اللحظة الزعيم كمان قام على حاله زي الوحش اللي بيستعد للانقضاض، في الوقت اللي العجوز لسه مشغول بصد هجمات السلايم وكأنه في دوامة. كاي لعن في سره، والغيظ كان مالي قلبه من الموقف اللي كبله. ما يقدرش يظهر قوته علنا لأن كشفها يعني نهاية سره ووقوعه في الخطر. اتخطف على غفلة لما الزعيم انقضوا عليه فجأة وخدوا أسير في قبضته، وهدد لين والعجوز إنهم يرموا سلاحهم وإلا هيدفعوا الثمن. لكن اللي الزعيم غافل عنه إن بخطوته دي هو فتح أبواب السماء لولدنا الذكي وسهل عليه كل حاجة. كاي في صمت زي الشبح فعل قوة السلايم اللي جواه وسيطر على واحد من أتباع الزعيم، خلاه لعبة في إيده. التابع ده فك قنبلة يدوية، وفي لمح البصر انفجار مهول هز أركان المكان وقلبوا راسا على عقب. رغم إن الزعيم فلت من لهيب الانفجار، لكنه لسه ماسك كاي في قبضته كأنه طوق نجاه. كاي في المقابل استغل الفوضى اللي عمت المكان لصالحه، ولمح نواة كريستالية نادرة من الدرجة الأولى وخطفها بسرعة بديلة قبل ما عين تشوفه أو حد يحس بيه. الزعيم وهو متهد حيله وقرب يروح فيها من الانفجار، اندفع زي المجنون لغرفة تانية وخبط الباب وراه بقوة في محاولة أخيرة يأسة عشان ينجي روحه من الهلاك. جوه الأوضة كان في شوية بلطجية تانيين مستنيين زي الكلاب اللي بتستنى إشارة سيدها. الزعيم صرخ صوته مليان غضب وخوف إن الأوان حان الرحيل، وأمرهم يجهزوا العربية لأنهم هيخلعوا من المكان ده فورا كأن الأرض بتتبلع من تحت رجليهم. البلطجية بدأوا ينفذوا أوامره من غير كلام زي العبيد اللي بتسمع وتطيع. في اللحظة الحاسمة دي ولدنا الشاطر لمح وسم تاني كأنه سر جديد بيتفتح قدامه. النقش ده كان محفور في رقبة الراجل وكشف عن اسمه. دلوقتي كل حاجة بقت واضحة زي الشمس الكاي. الشخص ده ما تلاقش غير لاي، الزعيم الحقيقي للمنظمة. هو اللي حول حياة كاي لجحيم على الأرض في حياته اللي فاتت. بس وقتها لاي كان دايما لابس قناع، عشان كده كاي عمره ما شاف وشه. مين كان يتخيل إنه هيجيله الفرصة يشوفه دلوقتي وهو لسه طفل رضيع كمان؟ نظرة كاي وهو طفل كانت قوية لدرجة إن لاي حس بيها بجد، وحتى زعق له بضيق. في اللحظة اللي بعدها ضباب أحمر بدأ يملى الجو حواليهم. ده اسمه غبار قرمزي، ظاهرة خطيرة في العالم ده اللي مليان محفزات، مميت لأي كائن بشري. اللي بيلمسه يا يموت يا بيتحول لوحش. وده اللي بيفسر ليه بعد لحظات قليلة كذا واحد من رجالة لاي بدأوا يتحولوا لوحوش بشعة ويهجموا عليهم. بس لاي بطريقته القاسية المعتادة قرر يستخدم كاي كطعم للوحوش. من غير تفكير لحظة رماه في الأوضة مع المخلوقات وطار من المكان وسابه وراه.
كاي كالعادة فهم الخطة كويس، بس كان مستعد يطلق قوته الحقيقية حتى لو في شاهد موجود. طلع القلب من جيبه وفعله. في اللحظة اللي بعدها اتحول لمقاتل مكتمل النمو جاهز للمعركة. الوحش الضخم هجم عليه، بس أزرعه اللمسة اعترضت الهجوم من غير تردد. دلوقتي بعد ما اندمج مع القلب الكريستالي قدراته وصلت لمستوى جديد، بقت قوية لدرجة ان الوحوش اللي حواليه ما بقتش تحس انها كائنات مادية اصلا. مخلوق تاني حاول يضرب بضربة ليزر من غير ما يتهز. كاي تقدم مباشرة من خلال الشعاع واخترق جسم المخلوق. كان شبه مستمتع بالسهولة اللي بيقدر يتحكم بيها في جسمه. أزرعه اللمسة دلوقتي بتتحرك برشاقة مميتة، بتقطع الوحوش زي الخضار على لوح التقطيع. في نفس الوقت لاي كان بيتفرج على المشهد وهو الرعب بيزيد جواه، مرتبك ومصدوم، ما عرفش يستوعب مين كاي لأنه فاته التحول من طفل رضيع لمقاتل. نظرة واحدة على وشه الشاحب قالت لكاي كل حاجة. عارف إن لاي لسه ما عرفشه، وده خلى الموضوع مرضي بكتير. كاي اتحرك لقدام وعنيش غامقة بالهدف، مفيش تردد دلوقتي، دي لحظة الانتقام. الانتقام اللي طال انتظاره وصل. الرعب مسكه، بس لاي في لمح البصر كان مستعد يدافع عن روحه. سحب سلاحه وفي لحظة رصاصة طارت ناحية كي، بس القدر كان ليه رأي تاني. كي كان أسرع من الرصاصة اللي لسه طالعة من الماسورة. الجسم اللي لبسه دلوقتي وإن ما كانش هو جسده الأولاني اللي اتولد بيه، بس السرعة والخفة اللي وهبها له كانت من عالم تاني خالص. كي قفل المسافة بينه وبين لاي لدرجة إنهم بقوا على بعد شبر واحد. لاي في اللحظة دي حس إنه قدامه وحش كاسر، بس بطلنا ما ادالوش فرصة ينطق بحرف. في حركة واحدة خاطفة رماه في عرض الأوضة وخبطه بقوة في أقرب زاوية. لاي اللي بقى بيكح دم تمتم بكلمات مش مفهومة عن حكاية سمعها زمان من واحد، بس دلوقتي كل حرف فيها بان إنه حقيقة. كي لمح في باله السؤال عن مين ممكن يكون صاحب الحكاية دي، بس الوقت ما ادروش فرصة يغرق في التفكير. فجأة لاي سحب حقنة من العدم وغرزها بضلعه وحقن نفسه بمادة غريبة زي السم. في غمضة عين جسمه بدأ يتلوى ويتشوه بشكل بشع ويتحول لوحش كابوسي. كي وهو بيراقب التحول المرعب ده نور في عقله حقيقة مدفونة، إن قبل الكارثة الكبيرة وقبل ما المحفز العظيم يظهر، المنظمة كانت بتلعب بالنار وبتجرب الدواء ده. تركيبة شيطانية هدفها تحول بني آدم لوحش، بس من غير ما تسحب منه روحه وعقله. كل ما الوحش كبر وتضخم الرعب بان على وش كي زي الختم. الوحش انقض عليه في لحظة، وكي بالعافية قدر يصد الضربة الأولى، بس في لمح البصر مجساته ردت عليه بهجوم مضاد. بس من أول اشتباك كي فهم إن اللي قدامه ده مش مجرد خصم عادي، ده خطر من نوع تاني خالص. الوحش موقفش، كمل هجومه الشرس، مجسات فضية بتنهال عليه زي المطر، وكي كان بيراوغه بصعوبة بالغة. بمجرد ما عينه لقطت حركاته كي استوعب إن المخلوق ده كان فخ اتصمم مخصوص عشان يحاصره من أول لحظة. برودة صارت في عروجه وهو بيعرف الوحش ده هو الكابوس اللي قتله في حياته اللي فاتت. بس المرة دي كي ما بقاش هو ما بقاش النسخة العاجزة اللي كانت زمان، ومستحيل يسلم روحه لنفس الوحش ده مرة تانية. بعزيمة اتولدت من جديد بقى يراوغ كل ضربة بتركيز الصقر وبطاقة مليانة تحدي ورفض للاستسلام. وفجأة انفجار مدوي هز المكان وضرب الوحش بقوة. مع ما التراب بدأ يهدى كي لمح العسكري العجوز وهو بيعيد تلقيم مسدساته رصاص كان مسروق من جمعية اللوتس الشرقية. المفارقة كانت واضحة زي الشمس قدامه، العجوز بيستخدم سلاح الأعداء في سبيل قضية حق. في الأثناء دي كي كان بيحاول يستوعب التحول المفاجئ اللي حصل في سير المعركة. الشايب بيصوب على الوحش ابو عيون عملاقه اللي باين انه لاي ولسه متنكر في شكله الوحشي، وهو شايف الكفه اتقلبت. كي ما قدرش يمنع نفسه انه يبتسم ابتسامه عريضه. اللعبه بتتغير والمره دي لصالحه. لاي بيفتكر الوقت اللي انضم فيه للمنظمه لما مندوبه منهم بتغريه وهي بتحذره من مصيبه كبيره هتحصل في الدنيا، بتصورها له كأن انضمامه للمنظمه هو طوق النجاه الوحيد ليه، وبعدها بيتناولوا دواء مكافاه على دخوله وهي بتقول له ان الدواء ده هيوريه حقيقته. ساعتها هو بيبص على الدواء كلامها ما دخلش دماغه، هو فاكر انه عارف نفسه على حقيقتها كويس، لكن لما خد الحقنه وصحي الوحش اللي مستخبي فيه صدق ان كلامها كان صح، لانه طلع وحش بيستغل نقط ضعف الناس. مثلا وهو لسه عيل صغير قال لست مليانه ان جوزها بيخونها، لما اتعصبت زود عليها دليله انه سمع جوزها من شويه بيناديها يا خنزيره نايمه بشعه. الست اللي يمكن تكون اصلا مش واثقه في شكلها صدقته على طول واتجننت على جوزها. بعد ما خد العلقه جوزها قرر يطلقها، لما سابها ومشي هي اتحطمت بسبب قبحها اللي في خيالها، وكانه ملاك حارس لاي بيوقعها في فخه، وعده انه هيعرفها على الناس اكيد مش هيتنمروا عليها. بالطريقه دي بيستغل مشاعر الناس انه يكسب ثقتهم وبعدين يمص دمورهم. طبيعته النصابه دي خلته نصاب وحش لابس وش بني ادم، عشان كده هو دلوقتي بقى وحش من المستوى الرابع، لاي المخادع. لغايه دلوقتي الوحش اللي بطلنا بيشوفه مجرد هلاوس، هو بيشوف الوحش اللي موته في حياته اللي قبل كده ومرعوب من حيل لاي. في نفس الوقت لاي بيقرر يوفر طاقته وبيترقب الفرصه عشان يرد الضربه ويكسب في الاخر. فجاه بتصيبه رصاصه
ويتخضى لما يشوف الشايب مستعد يحاربه تاني. هو زخقان من ان الشايب عايش كتير وهاجمه على طول، بس الشايب بيفضل متخفي وبيطلق هجمات من غير ما يظهر. لاي بيهاجم تاني لكن ضربته بتتصادم مع انفجارات ورا بعض. الصدام ده بيعمل دخان كتير. والتراب كان عامل ستارة مخلي عينه مش شايفة أي حاجة بوضوح، وكاي زي اللي بيصطاد فرصة استغل اللحظة دي ودخل في ظهره في حتة ما يشوفوش فيها أبدا. ولما كاي هجم لاي صرخ بسباب عالي، والغضب كان بيغلي جواه إنه فاق من الوهم ده بالسرعة فيه. كاي خطى لقدام وعينيه بتطلب شرار، وقال بصوت حاسم إن لاي ده مجرد نصاب من المستوى الآبع، عمره ما هيكون ليه شأن ولا هيوصل لحاجة مميزة. وبعد كلامه ده هجم على لاي بلوامسه اللي خلت لاي يلعن اللوامس دي بكل غضب. وفي اللحظة اللي بعدها لاي حاول ينسج وهم حوالين كاي، لكن المرة دي السحر اتقلب على الساحر ومفيش حاجة اشتغلت. الإحباط كان باين على وشه، مرارته اللي كان بيعتمد عليها خانته. كاي يفتكر كويس اللحظة اللي داق فيها طعم الموت في حياته اللي فاتت، كل ده بسبب وهم خادع. وفي صمت شكر لاي من جواه، وبعدها أطلق كل قوته الكامنة زي البركان اللي بيسور. الخوف دب في قلب لاي لما كاي اندفع نحوه بسرعة البرق زي سهم انطلق من قوس. الدم كان بينزف من لاي زي النهر بعد ضربات كاي اللي ما رحمتش. كاي سأله بهدوء غريب وعينيه دي تراقب كل حركة فيه، ها خلصت ولا لسه؟ لكن جواه كان عارف ان ده مجرد اول خيط في حبل طويل، مجرد بيلاقي الحاجة اكبر بكتير. خلال ساعتين بالظبط موجة تانية من التراب القرمزي هتهجم وهتكون اشد واقصى، موجة ما شافتش البشرية زيها قبل كده ولا هتتخيل قسوتها. دي هتكون موجة مشوهة هتكسر ابواب الجحيم وتطلعوا على وش الارض. وفي اللحظة اللي كاي كان بيجهز عشان ينهي حياة لاي حاول يوقفه باخر رمق فيه. كاي رد عليه ببرود وقال انه مش مهتم يسمع اخر كلماته وانه مصمم ينهي وجوده ده خلاص. في نفس اللحظة الراجل العجوز كان بيراقب المشهد كله وهو بيتفتح قدام عينيه زي مسرحية دموية. كاي فهم ان لاي ده خصم عنيد، روحه لسه بتصارع وعايز يحارب بالرغم من كل الجروح اللي مالية جسمه. عشان كده الأحسن ينهي الموضوع ده بضربة حاسمة ومباشرة على رقبته عشان ما يديش فرصة تانية. وفي اللحظة اللي كان فيها على وشك يوجه الضربة القاضية ضربه وهم مفاجئ زي صعقة. أمه ظهرت قدامه وعينيها مليانة دموع بتترجها بصوت مكسور. هتقتلني أنا كمان يا ابني؟ تردد للحظة واحدة، واللحظة دي كانت تمنها غالي قوي لما اتضرب بسلسلة من الانفجارات المتتامية اللي هزت كيانه. لا يستغل الفتحة دي زي الصياد الماهر وهجم تاني، وكاي بالعافية قدر يتفادى الضربة. ولما كاي رجع وقف على رجليه لا صرخ بتحدي، مهما عملت عمرك ما هتقدر تقتلني يا كاي، أنا دلوقتي بقيت شايف أفكارك زي الكتاب المفتوح وكل حركة هتعملها أنا عارفها قبل ما تعملها. لاي كان عارف إن كاي خلاص ما بقاش فيه غير ضربة أخيرة وبعدها هيقع. في اللحظة دي خطر على بال بطلنا إنه يسيب لاي ده للراجل العجوز يتصرف معاه. وفي نفس اللحظة وكأنه قرأ الأفكار اللي بتدور في دماغ كاي، لا يراوق رصاصة طالعة من مسدس الراجل العجوز، وبسخرية مريرة سأله ناوي تفضل واقف زي الصنم كده زي كل مرة ولا إيه؟ كاي شتم في سره والندم كان بيعض قلبه لأنه أدرك متأخر قوي إن الأسلحة العادية دي ولا ليها أي لازمة قصاد وحش من المستوى الرابع زي لاي. ولي بعد ما الغرور اتملك منه بقى شايف نفسه كاشف كل خيوط لعبة العجوز بضحكة كلها شر ووعيد، ومعلن انه كياني محدش يقدر عليه. اتجه لي للمخبأ اللي العجوز مستخبي فيه، لكن يدوب رجله لمست الارض انفجرت قنبلة العجوز اللي زرعها وقطعت عليه الطريق. ولما شاف كي لي غرقان في جروحه ابتسم واشاد بذكاء العجوز اللي ما بيخيبش، وبعدها سأل نفسه في دهشة يا ترى العجوز اختفى فين؟ وكأن القدر بيرد عليه ظهر العجوز من ورا لي مستعد للهجوم في أي لحظة، لكن لي بخفة تفادى الضرب في آخر رمق. لي كان بيجهز لرد الصعصاعين، لكن صوت كي ندى اسمه وشتت تركيزه في لحظة. المقاطعة دي زي الصاعقة هزت لي من جواه. لي بابتسامة مكرة سأل كي عايز تعرف مستقبلك يا كي؟ وفي لحظة غفلته العجوز ما ضيعش فرصة وضرب لي بالرصاص. فجأة رؤية حادة اخترقت عقل لي، شاف فيها نفسه بيتعامل مع ناس ضعيفة ما تسواش حاجة، ناس تحت رجليه. كي كان بيرسم للي مستقبل هو فيه دايما مهزوم، دايما ملوش قيمة في النهاية. كي بصوت بارد قال له ده قدرك المحتوم. ليه والغضب بيتملكه مسك راسه ورفض الكلام ده بكل قوته. وفجأة ومضة تانية شاف فيها نفسه بيركع قدام غيره في ذل ومهانة، رفض يرضخ للمستقبل ده، رفضه بكل كيانه. الغضب عمى عينيه فهاجم بعنف جنوني، لكن في النهاية ما جرحش غير نفسه. وفي اللحظة اللي بعدها عيونه متسمرت في ذهول، ولي قطع راسه بإيديه. وكي وهو بيتفرج على المشهد الغريب ده ابتسم ابتسامة مكرة، أخيرا قدر يوقع أكبر محتال في فرخه.
وراس لي وهي بتفارق جسمه لمحت عينه مرة تانية ذكريات كي. عينيه وسعت من الرعب وهو شايف الوحش الحقيقي واقف قدامه، وفي اللحظة اللي راسه المقطوعة خبطت الأرض صرخ لي بأعلى صوته: يا كي اطلع من دماغي! صرخ في كي وصوته بيقطع الهوا. ده كان معنى تعذير الطفل الحقيقي. العجوز رمى نظرة حد على كي وكل حواسه تيقظت، وليه كمل كلامه وصوته بيطلع بصعوبة: كي هو بيضة البلاوي، بيضة الهلاك. الكلمة دي هزت كي والعجوز في نفس اللحظة. ليه حذر كي ان ببدء الثورة دي كي رمى كل فرصة لحياة طبيعية ورا ظهره. من اللحظة دي المنظمة هتفضل تطارده زي الدل، مش هتسيبه في حاله، او ممكن يكشف اكتر. لكن قبل ما يكمل كلامه طلقت رصاص تانية دوت واسكتت لي للابد. كي والعجوز لفوا في لمح البصر ناحية مصدر الصوت اللي قطع الصمت. شخصية جديدة نزلت من عربية الجاب بتاعته وبصوت حالي شرحت: لو ما قتلتش عدوك في وقته هيتحول هو عدو نفسه. في اللحظة اللي كاي استوعب ان الراجل ده من الجيش جسمه كله اتكهرب، الوافد الجديد نادى على الراجل العجوز: يا أستاذ، وكأنه بيرد له الفضل في الكلام اللي قاله ده كله. اسمه النقيب لايون، بس شهرته اللي مالية الدنيا كلها ذئب التلج. قبل ما التلميذ والأستاذ يلحقوا يسلموا على بعض، وحش تاني طلع من ورا لايون من غير ما يرمش له جفنه ولا يتحرك من مكانه، قضى على الوحش. بطلنا اللي كان بيراقب من ورا الصندوق اتسمر مكانه من الدهشة لما شاف المنظر ده. في اللحظة دي العجوز طلب من لايون انه يكون موجود هنا مخصوص لانه ناوي يرجع بيته عشان ياخد باله من حفيده. وهو بيطلع تليفونه لاين اترجى أستاذه إنه يرجع للقيادة لأن البلد كلها في حالة طوارئ. وبعدين وراه صورة حفيدته اللي كانت زي الفل وما فيهاش أي حاجة، وفكروا إن الجيش محتاج قائده. وهو بيسمع الكلام ده كاي فهم في ساعتها إن العجوز ده ما يكونش غير القائد الأعلى للجيش كله. بعدها لاين سأل العجوز إذا كان عايز يتأكد بنفسه من سلامة حفيدته. العجوز وافق يروح معه. في الوقت ده كاي كان خايف ومش عارف يعمل إيه، ولما اتحرك لفت انتباههم. قبل ما طرفة عين تعدي لاين كان فوق راسه وموجه مسدسه عليه. لحسن الحظ كاي كان اتحول لشكل البيبي بتاعه. لاين سأله بشك إذا كان هو الوحش اللي شافه من شوية. كاي في الوقت ده كان مرعوب من الخوف، بيسأل نفسه يا ترى لاين هيضربه بالنار ولا إيه؟ بس العجوز دخل في النص وقال لتلميذه إنه هو اللي حط كاي في المكان ده، وهو بيشيله في حضنه همس لكاي إنه يفضل عامل نفسه البيبي. على طول كاي بدأ يعيط زي البيبي، وهو فعلا بيبي. لاين علق على قد إيه هو لايق على البيبي ده. فجأة بطلنا حس بهالة غريبة طالعة من لاين وبص عليه بتركيز. في اللحظة دي سأل نفسه إذا كان شافه قبل كده في المنظمة. بعد كده كاي اتحط في الحضانة مع باقي الأطفال، ولما الممرضة حطته في السرير لاين قال لها ترجع، وهي نفذت من غير ولا كلمة. وهو عامل نفسه نايم كاي سمع كل ده وسأل نفسه يا ترى العجوز راح فين، وكمان كان بيسأل نفسه هو في أي مكان ده. فجأة بيبي تاني بدأ يعيط ولفت انتباه لاين. في الأول علق بهدوء على طاقة البيبي ويطلب منه يسكت، لكن فجأة نبرته تتبدل وهو بيستعمل مهارته عشان يغرق البيبي في النوم. في نفس الأثناء بطلنا بيشهد المشهد ده كله وعينين بارقة من هول اللي شافه. بيفتكر ان ليون ده شخصية ليها وزنها في المنظمة ولقبه الحركي الدبابة. مش بس كده، ده كمان بيمتلك قدرة نادرة ومرعبة يقدر بيها يستغل ويفجر الدم في عروق اي حد باشارته. هو فاهم ان ليون استعمل مهارته على البيبي، وده اللي بيسبب حرمان من الاكسجين ويخلي البيبي يغيب عن الوعي، مش ينام نوم طبيعي. ده شخص كاي عارف انه لازم ياخد باله منه كويس، خصوصا بعد محاولته اللي فاتت انه ينهي حياته. ودلوقتي ليون بيقرب من طفلنا. في نفس الاثناء كاي عقله مشغول بقدراته هو اللي صحت جواه بدري قوي، خصوصا ان المنظمه لسه في بدايتها. بيتسائل يا ترى هو خلاص بقى واحد من القليلين اللي قدروا يصحوا قواهم قبل يوم القيامه. في اللحظه دي ليون قرر يرمي نظره على كاي ويقول له اسكت. كاي بيكتم انفاسه طول الفتره دي كلها. اول ما ليون بيبعد خطوه كاي بيطلع تنهيده عميقه من جوه قلبه، وقبل ما يغادر ليون بيعلق ببرود على قد ايه الموضوع ده مسلي. وهو ماشي كاي بيرمي نظره حواليه يتاكد انه اختفى بجد، وبعدها على طول بيقفز على رجليه. بيسترجع في ذاكرته ليه النصاب اللي بيقدر يتلاعب بالعقول. كاي بينقلق قدرات امتصاص بقوة الملوك اللي بتخلق سد منيع في عقله يحمي أفكاره من ليه. ودلوقتي عشان يحمي نفسه من ليون بيظبط إيقاع تدفق دمه، بيبطئه وبيسمح للدم المزيف إنه يمتص تلقائيا. بعد ما راقب ده كويس بيلف نظره على باقي الأطفال وبيتسائل يا ترى هم كمان بيض الكارثة. مش غريب عليه إن استرح ده، سمعوا قبل كده في حياته اللي فاتت، لكن بسبب مكانته المتواضعة وقتها عمره ما كان هيقدر يوصل لنوع المعلومات ده. ومع ذلك هو متأكد إن ليون لازم يكون عنده فكرة عن الموضوع ده. وبعدها بيحلل وضع الجيش اللي تم إبادته في حياته اللي فاتت على إيد المنظمة. أفكاره بتسرح للعجوز اللي واضح إنه مش بيثق في ليون، خصوصا إنه كان عايز يطمن بنفسه على حفيده. كمان بيتسأل عن الفحص اللي ليون عمله عليه. أفكار كتير قوي بتلف وتدور في دماغه، وبعدها بيفتكر والدته وكلبه. بس بسرعة نفض الأفكار دي من دماغه. هو مش في وضع يسمح له يفكر في حد تاني. دلوقتي كل اللي محتاجه يركز فيه هو خطة هروبه. بيحاول يفتح الباب بقدرته بس مش قادر يستخدمها. افتكر القلب الكريستالي اللي جابه قبل كده واللي استخدمه عشان يدمج قدرة اسمها الظل الغامق، بس وقت الدمج ما بيقدرش يستخدم كتير من قدراته. حاليا ما بيقدرش يستخدم غير الظل الغامق وحاجز الملك.
الأخير بيساعده يقاوم الهجمات الذهنية، بس ظل الغمق قوي ومخاطره كبيرة إنه يستخدمه في وضعه الحالي، عشان كده قرر يستنى ويفهم نوايا اللي حواليه قبل ما يستخدم قواه ويخاطر إنه ينكشف. لحد دلوقتي تمثيله إنه مجرد طفل صغير ماشي معاه كويس. فجأة لاحظ حاجة بتطلع من سرير تاني، بص لتحت على طفل تاني رجليه بتتحول لفروع شجر، يبقى الطفل ده لازم يكون متوافق زيه بالظبط. وبعدين لاحظ أطفال تانية كتير بقدرات مختلفة. افتكر في حياته اللي فاتت إن الأطفال دي كانت دايما محبوسة، دلوقتي فهم إنهم كلهم محطوطين في مكان شبه اللي هو فيه دلوقتي. فجأة لبلابة شجر رفعته لفوق، لما حاول يفك نفسه ما قدرش. احتار لحظة إذا كان المفروض يستخدم قدراته دلوقتي ولا لأ، بس أفكاره اتقطعت بسبب ولد تاني ساعده يفك نفسه. طلع ولد صغير نصحه إنه يعمل نفسه نايم وبس، يبقى دلوقتي لازم يتصرف كويس. كاي رجع لورا عشان يشوف إن الولد ده عنده 5 سنين بس، ومع ذلك أتقن قدراته بالفعل. فجأة لعن بصوت واطي لما سمع صوت وراه. الولد هرب فورا واختفى من قدام عينيه. كاي لف عشان يشوف ممرضات داخلين الأوضة عشان التفتيش، وبسرعة عمل نفسه نايم على الأرض. الممرضة الكبيرة أمرت الكل يتجمعوا كل طفل، واحدة منهم لاحظته وهو نايم هناك ورفعته هي كمان. بينما كل ده بيحصل كاي بيتساءل إيه اللي بيحصل هنا بالظبط وإيه ناويين يعملوا فيه. بعد شوية الممرضات حطوا كل الأطفال على الأرض. فتح عينيه شوية وشاف مفيش غير ضلمة بتحوطهم. فكرة مرعبة عدت في باله، يا ترى هيخلوهم يحاربوا لحد الموت؟ مش هتكون مفاجأة لأن ده كان أسلوب متبع في المنظمة في وقته. في حياته اللي فاتت، وحاسس كمان بوجود حد من المنظمة قريب منه، وببطء بيبدأ يزحف، والبيبيهات التانيين كمان بيبدأوا يقوموا. لما بيرفع راسه بيشوف لايون في الدور اللي فوق، وقبل ما يستوعب أي حاجة تانية بيلمح وحش بيتحرك ناحية بيبي. في الأول بيخمن إن البيبيهات دول هيكونوا فريسة للوحش، لأنه فاكر إن ما كانش فيه أي بيبيهات في حياته اللي فاتت. وبعدين بياخد باله إن الوحش متقيد بسلاسل، بس ده مش معناه إنهم في أمان دلوقتي. بيخمن إن القيود دي مؤقتة بس، والوحش غالبا هيتفك عنه القيد بعدين. وكل اللي حواليه كمان خايفين من المنظر ده. الولد اللي كان موجود من شوية بيتقدم لقدام وبيشيل البيبي اللي بيعيط من جنب الوحش وبيحطه بعيد، وهو بيبص حواليه على البيبيهات وعلى اللايون. بيستنتج دلوقتي إنهم كلهم اتجمعوا هنا عشان يحاربوا الوحش ده، عشان يصحوا قدراتهم بالقوة. هدف تجميع البيبيهات دول هنا أكيد هو خطة المنظمة المعروفة باسم خطة كلب الصيد. بعد لاي الخطة دي اتسلمت للايون. في اللحظة دي لايون بيكشف إنه كان بيمثل بس قدام أستاذه، وبكل أدب بيطلب من الكل إنهم ما يخيبوش أمله، وبيضغط على الزرار عشان يبدأ اختبارهم. ومع ده قيود الوحش بتتفك وبيندفع ناحية ولدنا، بس هو بالعافية بيقدر يتفاداه. وفي اللحظة دي ودنه بتتصاب. بيبص للوحش اللي ممكن يكون من الدرجة التانية، واثق إنه يقدر يقضي عليه، بس مش متأكد قوي من الباقيين. بيبص حواليه على الباقيين اللي مرعوبين من الخوف. واحد من الأطفال الصغيرين بيبدأ يعيط، وده بيجذب انتباه الوحش. دلوقتي هو بيتحرك ناحية البيبي ده، بس البنت اللي جنب الطفل بتخاف، ومع الخوف ده قدرة فرع الشجر بتاعتها بتتنشط. كذا حبل شجر بيلتف حوالين الوحش. كي بيعمل له البنت إشارة إعجاب بإيده وبيتمنى إنها تقدر تصمد. في اللحظة دي لايون كمان بياخد باله من قدرتها، واللي اتحددت إنها من نوع إحبال شجر. بيشكرها فيها وبيقول إنها قدرة كويسة، خصوصا إنها لسه في المستوى الأول. وبعدين انتباهه بيتحول لولدنا اللي لسه ما ظهرش أي قدرات، ومع كده هو مقتنع إن كي أكيد عنده قدرات. في دماغه هو متأكد إن كي هيشغل قواه حتما لما يتحط في ظروف صعبة قوي. ومع ده ينفلت الوحش من قيود الكرامات ويستعد ليفجر كل قوته. يذهل كي وهو يرى هول الموقف يتجلى أمامه.